في سنة ونص استطاع المصريين اللي يقدروا يعملوا اي حاجة طالما عملوا تخطيط جيد ان هم يعملوا مشروع بحجم المدينة السمكية لبركة غليون. مشروع حل ازمة كبرى كانت موجودة في المجتمع هنا داخل كفر الشيخ، زي الهجرة غير الشرعية وغيرها من المشاكل كان اهمها البطالة. مشروع نجح في انه يخلق حالة وعي جديدة وتلاحم ما بين المواطن وبلده، انه يقدر يخلق صورة مختلفة لمشروع كبير جدا يقدر ينقل مصر في انتاج الثروة السمكية للمستقبل بشكل كبير جدا. محطتنا الاولى داخل مدينه غليون السمكيه كانت لازم تبقى من هنا، من وحده الامهات اللي فيها عمليه التفريخ الخاصه بالاسماك قبل ما بتروح الاحواض وقبل ما بتنتقل الى الاحواض الخاصه بعمليه التغذيه علشان تبتدي تكبر وتبتدي تخش في عمليه الانتاج السمكي. لازم البدايه تكون هنا. الوحده دي وحده على اعلى مستوى، فيها كل التقنيات الحديثه في عمليات التفريخ، بالاضافه ان فيها متخصصين وباحثين بيشتغلوا ليل ونهار علشان يحسنوا من جودة السلالات الخاصة بتفريخ الأسماك من داخل الوحدة دي. هنبتدي مع بعض الجولة من هنا وناخد مع بعض مراحل كتير جدا هنشوفها في عملية إنتاج الأسماك داخل المدينة السكنية الغليون.
مجموعه من الشباب والشابات اللي موجودين وبيعملوا هنا من الباحثين والاطباء والمهندسين اللي بيشتغلوا في الثروه السمكيه داخل وحده التفريخ الخاصه بالجمبري هنا، الوحده اللي موجوده على اعلى مستوى، اعلى طراز على مستوى الشرق الاوسط. مش كلام، هم اللي هيكلموكم عن الدور اللي بيقوموا بيه وعن التجربه اللي بيمروا بيها هنا داخل المدينه السمكيه لغليون. تعرف عليهم واحد واحد ونبتدي نتكلم معاهم. تعرف عليك؟ أميرة مصباح، خريجة كلية علوم الثروة السمكية والدراسات البحرية بالسويس، دفعة 2016. السويس يعني ده شيء رائع جدا. تعرف عليك؟ دكتورة أميرة شنيت، خريجة كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية 2017. جامعة اسكندرية معانا يعني. تمام. تعرف على حضرتك؟ مهندسة سارة أشرف، علوم الثروة السمكية كفر الشيخ. تعرف عليك؟ مهندسة عليا خالد حسني، جامعة السويس كلية الثروة السمكية. تعرف عليك؟ مهندس أحمد أيمن، كلية الثروة السمكية السويس. يعني كلكم حديث التخرج وكلكم صغيرين في السن، كلكم بتبتدوا التجربة العلمية بتاعتكم هنا في مكان بالحجم ده وبالصورة اللي احنا شايفينها النهارده. الأول إحساسكم وانتم موجودين في مكان زي ده، يعني قبل ما نتكلم في أي حاجة بقى فنية أو علمية. هي طبعا حاجة فخر لأي حد إنه يبقى في المكان ده. أولا أكبر مكان في الشرق الأوسط بل بالعالم، إن هو مجهز كده بكل الإمكانيات الضخمة دي المهولة. ده فخر كبير جدا ان احنا نبقى حديث التخرج وتخرجنا لقينا مكان مفتوح لينا، وخاصه ان احنا بنات كان المكان مقفول لينا، لا ده مفتوح وتفضلوا معاكم كل الامكانيات المتاحه ليكم، معاكم كل الامن موجود. فدي حاجه محدش كان يحلم بيها يعني كلكم حاسين بالفخر والسعاده وانتم موجودين. برضو احساس حضرتك ايه؟ حاجة جديدة وأول مرة تقريبا تحصل في مصر حاجة زي كده. تمام. فخر ليا طبعا اني بشتغل في مكان زي ده. كل اللي فيه مصريين، بنساعد بعض، اللي مش عارف بيدي اللي عارف. حديث في روح فريق هنا طبعا. في روح فريق موجوده. موجود طبعا، تيم ورك موجود، لازم يكون موجود طبعا اكيد. نفس السؤال. نفس الإجابة برضو، بس يعني أفضل حاجة هنا إن احنا لقينا مجال للبنات موجود هنا، إن احنا نلاقي نفسنا ونثبت نفسنا إن احنا نقدر نشتغل في حاجة جديدة. مصر دلوقتي تدي المجال للبنات في كل حتة، يعني مش عارف يعني خلاص. الأول يقعد يقول لنا أنتوا مجالكم قليل، وكانوا بيقللوا من الكلية بتاعتنا. يعني إن هو أنت هتشتغلي إيه، أنت كبنت هتروحي الفيلد ده تعملي فيه إيه، الكلام ده كله. هنا طبعا قدرنا إن احنا ندي فيها يعني تشتغلوا ده، بتثبتوا جدارتكم، تثبتوا مكانتكم العلميه. برضه نفس السؤال. اكيد طبعا مبسوطه وفخوره جدا ان احنا في المكان ده، واصلا المجال ده كان محتاج ان الناس كلها تبدا تركز عليه، واحلى حاجه ان الناس كلها بدات تركز عليه دلوقتي، وبدا فيه فرص لينا والشباب كتير متخرج، وناس كتير عشان خاطر نزود الانتاج بتاع الثروه السمكيه في مصر. نزود الثروه السمكيه في مصر، كلمه كبيره قوي تتقال من شباب صغير من الباحثين والمهندسين. نفس السؤال برضه، يعني نفس الكلام. اعتقد فخر لاي مصري عموما انه يشتغل في مشروع زي ده بالامكانيات دي. يعني الامكانيات ديت ما اعتقدش انها متوفره في اي حته في مصر. يعني ده مش كلام بيتقال، يعني انت في ناس تقول لك انتوا يعني بتكبروا الموضوع وانتوا بتقولوا ايه، في اماكن زي دي كتير. انت كباحث وكراجل مهندس النهارده في مجالك شايف ان لا، الصوره هنا كبيره، الصوره مش صغيره. الامكانيات هنا كبيره، امكانيات ما شفتهاش في مصر خالص، مش موجوده في مصر فعلا، ولا اعتقد انها موجوده في الشرق الاوسط. انتوا بتقرا عنها بس في الكتب وفي الابحاث؟ كنت بشوف صورها، يعني ممكن مثلا صوره لمفرغ زي ده مثلا في الهند، في الصين، صور بس كده. لكن كشغل فعلا واشتغل فعلا في مكان زي ده، انا اول ما جيت هنا يعني انبهرت فعلا اتخضيت من كبر المكان هنا. المكان هنا كبير وامكانيات عاليه. عمليه يعني هرجع لك برضو من الاول، عمليه انتاج الجمبري حاجه منتج فاخر جدا في بعض الدول، ومنتج ممكن احنا نصدره. علشان كده عمليه الانتقاء الخاصه بالمنتج ده بالظبط حاجه مهمه جدا. عمليه بقى العمليه اللي بتتم هنا داخل الوحده، يعني كلميني عنها. ايه هو هنا حضرتك في عنبر الجمبري، التفريخ الجمبري بالاخص. الطاقه الانتاجيه هنا هي 2 مليار. 2 مليون 2 مليون هنا؟ 2 مليار. طب خلاص 2 مليار يا جماعه، مش 2 مليون. انا غلطان. 2 مليار. هنا زي ما حضرتك شايف العنبر 6 حواض، 3 في اليمين 3 في الشمال، وفي هنا حوضين لفأس الجمبري الزريعه، وبعد كده برضو في حوض امهات هناك بالظبط. دورك كطبيبه بيطريه بقى؟
طبعا دوري بيشتمل على اشراف كامل على العنبر، غير ان بكتشف طبعا الامراض، لو في مرض بالعلاج بتاعه بنبدا بقى نحافظ بقى على الامهات اللي جايه لنا، نحاول نكتر الانتاج بتاعها او نزوده. تمام. لو في مثلا محتاجه نزود فيتامينز. ده الجمبري برضو بياخد فيتامينز وبياخد الحاجات دي كلها زي اي كائن حي موجود محتاج الفيتامينز، مينرالز، الرعايه الطبيه، كل حاجه طبعا لازم تكون متقدمه. وده اللي احنا بنركز عليه في مكان زي ده. وبرضو سريعا يعني انا شايف وانا داخل ان عمليه التعقيم مهمه، ان انا ما ينفعش ادخل من غير ما اعقم رجلي، من غير ما ادخل باجراءات طبيه حتى واجراءات معينه. كلميني عن ده. احنا لازم ان احنا نعقم زي ما حضرتك شفت كده بره، لان انت بتبقى دايس بره يعني برجليك على حاجات يعني او موجود في عنابر تانية. ممكن ان الامراض ممكن طبعا عن طريق تدوس من مكان من مكان. غير ان الجمبري هنا كائن ضعيف جدا، يعني هو اكثر عرضه للامراض عن السمك او اي حاجه تانية. هل ممكن نوصل مستوى المنتج الخاص بالجمبري هنا لمستويات عالميه عن طريق العمل اللي بيتم هنا؟ طبعا هنا امكانيات كبيره جدا انها توصلنا للحاجه دي، وممكن نزود انتاجنا في الثروه السمكيه زي ما قلت لحضرتك. وانتاج واصلا عشان خاطر الجمبري كائن حساس، فاحنا يعني بيبقى فيه معامله خاصه جدا، وفي نفس الوقت بيكون العائد كبير عشان خاطر هو بيبقى ليه سوق محلي وسوق دولي. يعني ممكن نستخدمه محليا وممكن نصدره. نفس الفكره برضو. يعني انت شايف ان المنتجات بتاعتنا اللي موجوده هنا ممكن تكون منتجات عالميه، منتجات توصل للعالميه بشكل كبير؟ ايوه ده شيء اكيد. ايوه طبعا. على مستوى التربيه وعلى مستوى اللي انتوا بتعملوه. طبعا يعني التربيه هنا هي اكبر ميزه فيها ان احنا بنربي بطريقه علميه، غير الشغل اللي كنا سامعين عنه قبل كده. يعني كان الشغل التاني ده شغل ما ينفعش؟ لا، في شغل كتير ما ينفعش، لكن الشغل اللي احنا شغالين هنا بطريقه علميه، من اول التفريخ لغايه التربيه لغايه ما المنتج يوصل في الاخر منتج نهائي هيبقى نقدر نصدره، والناس اللي بره هيقدروا بمنتهى البساطه يعاينوا المنتج ويحللوه ويقولوا ايوه ده مطابق للمواصفات بتاعتنا ونقدر ناخده. وده اللي انتوا بتحاولوا تعملوه هنا في مكان زي ده. ايوه. احنا موجودين داخل وحده انتاج الطحالب الخاصه بتغذيه اليرقات الخاصه بالاسماك. طبعا هنتكلم عن ده بشكل اكثر تفصيلا مع الباحثه المسؤوله عن الوحده هنا، اللي هي وحده على اعلى مستوى زي ما بنتكلم كل الوحدات اللي موجوده داخل المشروع الخاص بالمدينه السمكيه لغنيون. اهلا بيك وتعرف عليكي. اهلا بحضرتك. اسمي فاطمه احمد شاكر. انا خريجه زراعه ثروه سمكيه اسكندريه. بس كده يعني احنا طلعنا نعرف بعض. زي ما حضرتك شايف طبعا احنا عندنا 40 حوض. الاحواض دي احنا بنزرع فيها طحالب، الغذاء الطبيعي بتاع الاسماك او يرقات الاسماك. يعني بنغذيها يا اما بطريقه مباشره اللي هي بتبقى على اليرقات على طول، يا اما بنغذيها بطريق غير مباشر اللي هو بنغذي الاول كائن وحيد الخليه اسمه الروتفر. الروتفر ده بيبقى الغذاء طبعا بتاع اليرقات برضو، لان اليرقات بيبقى حجم الفتحه بتاعت يرقه يعني يعني زي البيبي بالظبط. فبنغذيها باللي هو اللايف فود قبل طبعا اللي هي اللايف فود. لايف فود جاي من مصطلح الغذاء الطبيعي اللي هو موجود بيبقى في الطبيعه، لكن انتوا بتعملوا عمليه انتاج خاصه بيه هنا داخل. نعتبر ان ده معمل او عمليه معمل لانتاج النوعيه دي من الغذاء للاسماك. بالظبط. وطبعا هنا اصلا المكان معقم. انا وانا داخل برضو يعني في عمليه تعقيم في كل الوحدات هنا. عندكم نفس القصه يعني برضو عمليه الامراض ممكن تصيب الطحالب دي او تسيب التغذيه دي، صح؟ اكيد بالظبط. وطبعا احنا لان ده بدايه السلسله الغذائيه، فبنكون الاول شغالين داخل المعمل. بنبدا على اطباق بتري الاول على ميديا، وبعد كده بننقل لتيوبس، وبعد كده بعد التيوبس على فلاسكات، وبعد كده بنبدا نتوسع لحد ده. كل ده شغل الاندور. بعد كده بننقل على الاوت دور اللي حضرتك شايفه، الاحواض دي كلها. طبعا بنبدا الاول نغسل الاحواض كويس جدا، وبعديها بنملاها ونعقمها. يعني احنا هيبقى معانا صوره لاحواض فيها مياه عاديه جدا، ولكن بتضعوا فيها يعني كلور، وبتضعوا فيها مجموعه من المواد علشان يتم بس تعقيمها في البدايه، وبعدين تبتدوا تعملوا عمليه تسميد بقى بعد كده. بالظبط. طبعا هي بالظبط. هي طبعا زي ما حضرتك شايف الاحواض عندنا بتبقى يعني تقريبا كل المراحل موجوده. عمليه التعقيم، وبعديها طبعا بنشيل الكلور لان مش بينفع ان احنا نبقى سايبينه. بعديها بتاني يوم بنسمد، بنستخدم كيميكالز ببيرسنت معينه. وبعديها بنسمد بقى، بنخلص تسميد، بنقوم ملقحين اخدين سامبل،
وبنشوفها وبعدين بنلقح بيها، يعني بنبقى ضامنين ان احنا اصلا الشغل اللي احنا هنشتغله ده بيكون حاجه بيرفكت، ما فيهاش امراض او ما فيهاش اي سيليا او كده. يعني ده منتج على اعلى مستوى، يعني موجود في كل العالم. يعني العالم لما بيتكلم على مواصفات عالميه للمنتج ده، انتوا بتراعوا المواصفات دي في عمليه الانتاج علشان تغذيه اليرقات. بالظبط. وطبعا احنا لو ان شاء الله ربنا قدرنا وقمنا بالشغل كويس في المكان ده، احنا نقدر نصدر ومبالغ عاليه جدا جدا. مبالغ عاليه. يعني شايفه ان الاسماك اللي هيتم انتاجها بعد النوعيه دي من التغذيه ممكن توصل لاسماك بجوده عاليه جدا لمستوى العالم كله. مش اسماك بس، انا ممكن اصدر بس الطحالب. الطحالب دي ممكن تتصدر؟ يعني انت بس الجوده بتاعت الغذاء ده ممكن تصدريه للعالم كله. بالظبط، لو احنا اشتغلنا صح وطلعنا الانتاج اللي احنا ان شاء الله باذن الله، يعني في مفاجآت كتير الفتره الجايه. يعني انا حاسس كده ان انا بعد كام سنه هاجي اتكلم معاكي في ان انت مش عايزه تعملي لقاء عشان انت بتقدمي بحث مثلا على المستوى الدولي. يعني انا عارف انت من اسكندريه، وعارف ان في شباب كتير موجودين وشابات موجودين بيعملوا من صغار الباحثين في المشروع العظيم اللي احنا موجودين فيه النهارده. قولي لي عمليه المعيشه هنا عامله ازاي؟ يعني عايزين برضو نودي الساده المشاهدين قد ايه برضو ان في خدمات بتقدم لكم حتى على المستوى ده. هو طبعا احنا عشان لسه في بدايه المشروع، موضوع الاقامه لسه مش متوفر، بس احنا يعني ما فيش مشكله في المواصلات، بس هو مشروع كبير واحنا طبعا لنا الشرف كلنا ان احنا لسه خريجين جداد. يعني انت هتمشي بالمشوار عشان تيجي تشتغلي في مكان زي ده. وانا مبسوطه ان انا في مكان زي ده. سعيده بالمكان. لان يعني ان هم استقبلونا وان احنا لسه خريجين جداد واشتغلنا، فدي حاجه كبيره جدا وفرصه كبيره جدا لنا، واحنا ان شاء الله قد المسؤوليه. يبقى في طموح هنصدر المنتجات دي للعالم كله عن طريقكم باذن الله. شكرا ليكي جدا. موجودين داخل المحطة الخاصة بالصرف في مشروع المدينة السمكية لبركة غليون. الطلمبات اللي موجودة معايا في الخلفية زي ما انتم شايفينها واحدة من أحدث الطلمبات الخاصة برفع المياه على مستوى العالم. التحكم فيها بتقنيات وتكنولوجيا عالية جدا. هنا لو انتم مش قادرين تفهموا السبب من وجود العدد ده من الطلمبات والكمية دي، ان المياه هنا مياه يجب ان يتم عملية
تغييرها كل فتره علشان نقدر ندي السمك بيئه مناسبه يعيش فيها. المياه وعمليه تغيير المياه هي روح السمك، وان احنا النهارده نستخدم مياه البحر ومياه العذبه وبعدين نرجع نصرفها عمليه في منتهى التعقيد. المسؤول عنها مجموعه من المهندسين ومجموعه من الفنيين على اعلى مستوى. عمليات الصيانه اللي تتم للطلمبات دي تخليها تعيش لفترات طويله جدا، بالاضافه التدريب العالي اللي موجود عند العاملين هنا علشان يقدروا يحافظوا على ثروه قوميه زي اللي انتم شايفينها في الخلفيه. عمليات صرف المياه اللي بتتم هنا داخل المدينه السمكيه ببركه غليون بتتم على اعلى مستوى. يعني الطلمبات اللي احنا صورناها وشفتوها معانا وصوره اللي موجوده الخاصه بالتقنيات الحديثه اللي بتستخدم في عمليه صرف المياه حاجه فوق الخيال، والصوره دايما هي اللي بتتكلم عن الموضوع ده. الفنيين زي ما قلت والمهندسين اللي بيشتغلوا هنا ناس مدربين جدا، عندهم خلفيات كبيره جدا وعندهم عمليه التحكم في العمليه دي بصوره دقيقه جدا. هنتكلم مع واحد منهم ونشوف عمليه الصرف تتم هنا ازاي، ايه المكان اللي احنا موجودين فيه ده، ارتباطه بالطلمبات ومحطه الصرف. اتعرف عليك. انا اسمي حسن المليجي، فني تشغيل في محطه الصرف. انت النهارده عمليه الصرف الاول احنا جنب المحطه، جنب الطلمبات دلوقتي. عمليه الصرف تتم، اشرح لي منين لفين وايه المكان اللي احنا واقفين على الصفات اللي احنا واقفين عليها. احنا دلوقتي واقفين على حاجه اسمها الخرج بتاع الخرج بتاع محطه الصرف. الخرج ده اللي هو بيستقبل ميه الصرف اللي جايه من الاحواض. ماشي. جايه من الاحواض بنستقبلها هنا. ميه الصرف دي اللي هي الميه اللي احنا مش عايزينها خلاص، هي خلاص طالعه من الاحواض بنسبه 20% من كل حوض. 20% من كل حوض. من كل حوض. ماشي. فطبعا احنا الميه دي بتيجي من الاحواض بنستقبلها هنا في كل خارج من دول بيستقبلها. وزي ما انت شايف حضرتك الشبك اللي موجود ده، في شبك، انا شايف في شبك مع كل خارج. ده بيعمل ايه بقى؟ ده عشان مثلا في رواسب بتاع ما تخشش لجوه على الطرمبه، على المصافي تعمل مشكله. يعني انت بتصفي كمان، بتعمل عمليه تصفيه للميه اللي خارجه دي، للميه اللي جايه من من الاحواض، عشان لو في مثلا اقمشه زباله بتاع ما تخش جوه تعمل لنا مشكله في الطرمبه او في تعمل لك ازمه بقى في عمليه السحب بقى. تعمل لنا ازمه، ممكن توسخ الفلتر اللي هو تحت الطرمبه، يعمل لنا مشكله كبيره، وهنخش في موضوع صيانه وبتاع وكلام من ده. وانتوا طبعا مش عايزين، انتوا دايما عايزين تحافظوا على كفاءه الماكينات بتاعتكم والطلمبات بتاعتكم على اعلى مستوى. اكيد طبعا، لان هو معمول شغل على اعلى مستوى والشغل حديث ونظم حديثه. يعني انت كفني شفت حاجات دي قبل كده؟ يعني شفت النوعيه دي من الماكينات قبل كده والكلام ده قبل كده بالصوره دي؟ لا بصراحه لا، يعني حاجه ما شاء الله، يعني شغل عالي جدا. اجهزه كلها حاجه حديثه جدا، طرمبات حاجه حديثه جدا، تقنيات عاليه الجوده. فطبعا العمق هنا تقريبا قد ايه؟ العمق هنا تقريبا 8 متر. 8 متر. الاعماق بتاعتنا هنا تقريبا 8 متر. 8 متر. طبعا يعني برضو اكيد هتمر باجواء صعبه وبنوات وقصه طويله في الفتره اللي جايه. اكيد ده بيحتاج منكم مجهود كبير جدا ودقه شديده جدا في عمليه ان انتوا تحافظوا على مناسيب المياه وتحافظوا على عمليه رفع المياه. ده محسوب وعندكم بيه خطط؟ طبعا يا فندم، احنا اول شيء يعني بنشكر السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي والهيئه العامه للقوات المسلحه. احنا تعبنا كمان جدا جدا في بدايه المشروع. انا عارف. واتبهدلنا جدا. سنه ونص بتشقوا هنا في الاجواء الصعبه دي، كانت مهجوره، كانت ارض مهجوره. المشروع طبعا اتعمل في وقت، يعني في وقت قياسي من وجهه نظري يعني. بشكر طبعا السيد اللواء حمدي بديع مدير المشروع. لان طبعا انا من ابناء المنطقه. ايوه. انت من هنا من كفر الشيخ؟ من ابناء المنطقه. بين بيتي وبين الشغل بين الموقع 10 دقايق. لا ده انت الموضوع بقى جميل اهو. كنت بعدي من على المكان ده صحراء
ما انت شايف فيها حاجه خالص، ما تقدرش تجيب اخرها. انا سمعت كمان ان كانت المنطقه دي خاصه بموضوع الهجره غير الشرعيه، وكانت بتستخدم في ده بشكل غير طبيعي. يا فندم المكان كله كان صحراء، انا كنت بعدي من عليه لان انا هنا من برج مغيزي جنب الموقع سوا. كان طبعا طريق مكان مفتوح للهجرة الغير الشرعية، تهريب، مخدرات، سلاح. أزمة بالنسبة لأهل كفر الشيخ. أزمة طبعا، أزمة كبيرة. وبرضه كان الشباب في الوقت ده يعني برضه عنده ظروف خاصة، ما بيشتغلش وما فيش فرص عمل. المشروع ده غير في القصة دي خالص. طبعا غير، وبعدين احنا لسه في المرحلة الأولى وما شاء الله شوف لسه في تانية وتالتة، واشتغل عدد لا بأس به برضه من الناس، من ضمنهم أنا طبعا الحمد لله أنا اشتغلت. فطبعا يعني انت سعيد بوجودك هنا؟ انت حاسس بالفخر والسعاده؟ ولا اصل في ناس ساعات بتقعد تشكك في الكلام ده، تقول لك عملوا ايه يعني؟ ايه المشروع ده؟ طبعا اللي بيشوف غير اللي بيسمع. احنا النهارده في ارض الواقع بالنسبه للساده المشاهدين صوره ولا اعظم ولا اروع حاجه كده في الخيال. انت احساسك ايه؟ والله انا سعيد ان لقيت فرصه عمل، والاسعد كمان ان هي في تخصصي اللي انا افهم فيه، تساعد في النمو الاقتصادي المصري. وطبعا السعيد يعني انا بصراحه يعني كنت في يعني في البيت كده القوات المسلحه بتاعه يعني كلام ظاهر كده. لما تعمقت وشفت الناس والشغل اللي هم عملوه ومشروع زي ده يتعمل في سنه ونص، بصراحه ده اعجاز بامانه يعني. فخر لينا كمصريين قواتنا المسلحه بقدراتها دي. وكمان في مشاريع شبيهه لهذا المشروع في كذا منطقه في مصر اتعملت وفي لسه بيتعمل. انت واخد بالك؟ فطبعا دي حاجه انا فخور بيها جدا جدا، وسعيد ان انا في مكان زي ده كنت بحلم بيه، وهدي قد ما اقدر، لان انا كنت بتمنى كشاب ان الاقي فرصه عمل زي دي بالتخصص اللي انا بحبه في خدمه بلدي. انت واخد بالك؟ لا ومعاك شويه ماكينات دلوقتي بقى على اعلى مستوى، يعني الخبرات الدوليه والعالميه كلها موجوده عندك هنا في المكان ده، يعني اي حاجه عايز تعرفها هتعرفها. لا ده في يعني بصراحه الشغل تقنيات عاليه الجوده، الشغل يعني مش عارف اوصف لك ايه يعني بصراحه يعني. فطبعا احنا ارجع لحته الصرف. طبعا بعد ما نستقبل الميه من الاحواض ماشي، بتمر من على الشبك اللي حضرتك شايفه على وتخش جوه الطرمبات، تطلع الطرمبات بتطرد ميه الصرف اللي جوه دي، تطردها لبره. طبعا قبل ما تروح على البحر بتعمل لها عمليه معالجه لازم عشان ما تلوثش، مش عايز تلوث البيئه، مع ان يعني هي كده ميه صالحه لتربيه الاسماك، ولكن برضه بتراعوا انتوا ده برضه؟ بنراعوا ده برضه، بتعمل لها معالجه قبل ما تطلع للبحر. التكنولوجيا المستخدمه داخل طلمبات الخاصه بالمياه سواء صرف او مياه عذبه او مياه مالحه تكنولوجيا عاليه جدا، وحدات التحكم اللي موجوده وغرف التحكم الموجوده هنا معموله باحدث القياسات والمواصفات الدوليه. طبعا القائمين على الاعمال دي بيكونوا على اعلى مستوى من التدريب. هنتعرف عليهم ونشوف الاعمال اللي بيقوموا بيها هنا داخل وحده التحكم الخاصه بطلمبات المياه. تعرف عليك؟ احمد مجاد القط، فني تشغيل وصيانه محطه الطرمبات. انت منين؟ انا من برج رشيد. انت من برج رشيد؟ من رشيد هنا. يعني انت جنب الشغل؟ جنب الشغل ساعه بكون في الشغل. وده تخصصك الاصلي؟ ده تخصصي الاصلي ميكانيكي. اعرف عليك؟ هشام محمد بسوني شاوي، مطوبس محافظه كفر الشيخ، فني تشغيل وصيانه برضه هنا لمحطه الصرف ومحطه المخزن البحري ومحطه زغلول. مطوبس بقى يعني هنا برضه انت خلاص برضه الشغل جنب البيت والموضوع اختلف معاك تمام. احنا بنتكلم هنا على وحده تحكم يعني على اعلى مستوى فيها تقنيات كبيره جدا. كلمني عن الدور اللي بتقوم بيه والشغل اللي بتعمله. احنا عندنا هنا دي وحده التشغيل الرئيسيه، وفي عندنا وحده التحكم عن بعد اللي هي بتشغل كل المضخات اللي موجوده عندنا. الوحدات زي ما حضرتك شايف الوحدات معزوله ومطليه، وبيكون لها تهويه وتبريد خاص بيها. وفي حاله الصيانه احنا عندنا المضخات بنعمل لها الصيانه بتاعتها بنعملها لها هنا في قلب المحطه. قلب المحطه بايديكم انتوا، شغلكم انتوا؟ الشغل بتاعنا هنا كل حاجه احنا اللي بنعملها. عندنا اوناش الكترونيك تحت بيتم التحكم فيها برضو عن طريق هنا التحكم. التحكم بيتم عن طريق هنا، واحنا اللي بنعمل الصيانه تحت عشان عدم حدوث اي اصابه للعاملين. بتراعوا السلامه المهنيه وفكره ان انتوا
طبعا عندنا طبعا برضو زي ما زميلي احمد قال ان لوحه الكنترول بتاعتنا مكونه من 15 مجموعه. كل مجموعه بتتحكم في طلمبه طبعا من تحت، فيها زرار للامان وفيها زرار للتشغيل طبعا. تشغيل وزرار الامان وكل حاجه متحكم فيها الكترونيا دي طبعا اللي هي مثلا التحكم عن بعد. عندنا طبعا برضو اللوحه اللي هي الرئيسيه الموجوده، كل طلمبه لها لوحه خاصه بها موجوده. وعندنا برضو تشغيل مباشر بقى، تكييفات برضو للتبريد ومراوح للتهويه برضو بتاعت اللوح. برضو عندنا برضو عندنا اللوحه موجوده فيها برضو مزوده بشاشات بتعرض الساعه الحراريه بتاعت وانتم متدربين على كل الكلام ده، بتعرفوا تتعاملوا مع كل التكنولوجيا الحديثه دي؟ نحاول طبعا نوفر كل وجودنا مثلا طبعا مع اللوح ومع الشغل طبعا نحاول نحافظ على المكان بقدر الاستطاعه بتاعتنا طبعا، يعني عشان المشروع ينجح ان شاء الله يعني باذن الله. انتوا عايزين المشروع ده ينجح، عايزينه يكبر اكيد طبعا وهينجح ان شاء الله. ايه احساسك لما اشتغلت في المشروع؟ احساس طبيعي ان انا اكون موجود في مكان زي المكان دوت، يعتبر اكبر مشروع في الشرق الاوسط للثروه السمكيه. متوفر لنا كل الحاجات اللي احنا محتاجينها هنا في قلب المشروع. ما شاء الله القوات المسلحه عامله لنا دعم كامل، والشركه الوطنيه بنشكرها على المجهود المبذول، وبنشكر شكر خاص للواء حمدي بدين على المجهود اللي هو عامله معانا. والحمد لله بالنسبه لنا هنا كل حاجه بنعملها الصيانه بتاعتنا، لان احنا مدربين واخدين دورات تدريبيه على الشغل دوت. عندنا تحت في قلب محطه الصرف 15 مضخه، عندنا ونش الكترونيك عشان نعمل الصيانه بتاعتنا. حموله الونش بتوصل ل 10 طن. عرفت انه كان ونش من اغلى الاونش اللي موجوده في العالم، يعني ونش قوي جدا في النوعيه دي من الصيانه. الحموله بتاعت الونش 10 طن بس عشان نعمل الصيانه بتاعتنا. عندنا العدد اللي احنا بنعمل بيها الصيانه في لكل مضخه عندنا بئر غطاسين عشان لو في مشكله يخطف. ان ما نوقفش المحطات، في نفس الوقت الغطاسين بتنزل تشتغل تعمل عمليه التسليك للمصافي اللي موجوده والمضخات. وهنا عندنا كمان مهندسين على اعلى كفاءات موجودين معانا، بنشتغل تحت توجيههم وتحت اشرافهم. المهندسين هنا حاجه ثانيه خالص، المهندسين هنا حاجه بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني المهندس هنا بمقام مهندسين في امريكا، يعني عندهم قدرات خاصه جدا. بالظبط كده، مهندسين على اعلى كفاءه واعلى قدره موجودين معانا. واحنا بناخد تدريبات، بناخد دورات تشغيليه هنا لينا عشان نتدرب على الشغل على احدث التقنيات اللي هي بتنزل. وفي اشراف لينا دايما في قلب الشغل بتاعنا مع اعلى التقنيات اللي هي بتتعمل. وبالنسبه لنا هنا المكان زي ما حضرتك شايف معزول والتهويه جيده والاضاءه بتاعت اضاءه المكان برضه متناسبه مع عمليه التشغيل عشان الشتاء وعشان التراب. هنا بتمر باجواء يعني صعبه جدا في بعض الاوقات، يعني في نوع جاي قريب عليكم. بالنسبه طبعا للجو بتاع البحر طبعا زي ما حضرتك شايف. ايوه طبعا، فعشان الرياح والاتربه والشتاء برضه عندنا برضه بالنسبه لخطوط الكهرباء عندنا 3 خطوط كهرباء، في خط رئيسي وفي 2 موجودين مثلا الاستبدال طبعا لعدم انقطاع اي اعطال عشان الترمبات تفضل شغاله والكهربائي، وتواصل برضه تشغيل الاجهزه بتاعتنا والترمبات. برضه عندنا برضه زي ما انت حضرتك شايف برضه العازل عن اللوح، يعني كل انظمه الامان موجوده عندكم.
الحقيقه مصنع الاعلاف اللي احنا موجودين فيه داخل المدينه السمكيه ببركه غليون واحد من اهم المنشآت اللي موجوده داخل المدينه، لانه بيوفر عمليه التغذيه للاسماك اللي موجوده. بالتاكيد بيبقى فيه ازمه كبيره جدا عند كل الناس اللي بتتعامل مع فكره المزارع السمكيه ان بيبقى الغذاء ده مش متوافر. لكن النهارده احنا عندنا واحد من اكبر المصانع للاعلاف في الشرق الاوسط موجود هنا داخل المدينه السمكيه. طبعا المصنع تم بخبرات وبالتعاون مع الدوله الصينيه، ولكن في النهايه اللي بيعمل هنا واللي بيشغل المصنع هي الكفاءات والكوادر المصريه الخالصه اللي بتستطيع ان هي تساعد كل الناس اللي بتشتغل هنا على التدريب. وبنشوف هنا مجموعه من الناس اللي بتشتغل على قدرات عاليه جدا وعلى مستويات كبيره جدا. بالتاكيد المكان اللي احنا فيه اللي انتم شايفينه معانا بالكاميرا ده المخزن الخاص بالخامات الاوليه الخاصه بتصنيع الاعلاف. زي ما انتم شايفين الخامات موجوده ومتوفره ومخزنه باحدث الطرق. وطبعا احنا شايفين ان الاعمال بتتم هنا دايما اعمال التجهيز والصيانه عشان نقدر بعد كده ننتقل للمرحله الاخرى وهي مرحله التصنيع عن طريق الخامات دي. ودي على فكره مش حاجه سهله ان انت توفر الكميه دي من الخامات في مصنع زي ده، ولكن المصنع قادر على انتاج كميات كبيره جدا من الاعلاف الخاصه بالسمك والجمبري. طبعا هيكون معانا واحد من القائمين او المسؤول عن المخازن هنا هنتعرف عليه ونشوف الصوره الخاصه بعمليه او المرحله الخاصه بعمليه تصنيع الاعلاف داخل المصنع. تعرف على حضرتك؟ محمد منصور. حضرتك مسؤول عن المخازن الخاصه بالاعلاف الخامات وكمان عمليه التخزين ما بعد التصنيع، صح كده؟ مظبوط. احنا شايفين مساحه شاسعه حوالينا من مساحات التخزين، حاجه يعني غير مسبوقه وما شفناش الصوره دي في مكان او مصنع الاعلاف في مصر بالطريقه دي كده. مش هلاقي الكلام ده. اكيد بقى الساده المشاهدين ده كده بص لا مش هتلاقي الكلام ده. الكلام ده مش موجود. قول لي الاول احنا هنا فين؟ ده مخزن ايه؟ اولا دي مخزن الخامات الاوليه. ده طبعا الخامات الاوليه قبل ما نستخدمها قبل ما نستقبلها هنا فبالتالي لازم تمر بكذا مرحله. اول مرحله مرحله المعمل. المرحله المعمل بيتم لازم يكون عندنا يتم قبول العينه من خلال اخذ عينه منها، ولازم يتم بالنسبه للقبول. اذا تم قبلها طبعا بتمر على المرحله الثانيه مرحله البسكول، وطبعا ناخد الوزن بتاعها قايم. يعني العينه دي اللي بتاخدوا عينه خاصه بالماده. لو العينه دي مش متناسبه مع اللي انتوا عايزينه ترفضوها على طول كده. يتم رفضها فورا. يتم في المعامل بتاعتنا في المعامل. طبعا المعامل هنا برضو مجهزه باحدث الاجهزه عشان برضو نطلع من خلالها النتيجه المطلوبه بالنسبه عشان تسهل علينا حتى عمليه التخزين. ايه الخامات الاوليه اللي بنحتاجها في علف الاسماك وفي علف الجمبري؟ ايه الخامات الاوليه اللي انتوا بتخزنوها هنا؟ طبعا الخامات منها الصويا. ايوه. جوليتين. ذره. في برضو اضافات. طبعا بالاضافه طبعا في حاجه اسمها نخله سن، في رجيع كون. طبعا في حاجات تانية اضافات زي البريمكس السمك او بريمكس دواجن. في برضو طبعا البريمكسات ده انواع منها فيتامينات ومنها املاح. في برضو بالتالي عندنا مواد تانية اسمها لايسين نوسينين. دي كلها اضافات بيتم استخدامها. الخامات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي بتدخل في عمليه تصنيع الاعلاف بتبتدي من المنطقه دي، صح كده؟ دي اول خطوه من خطوات الانتاج. يتم طبعا صرف المواد الخام الاوليه ويتم مثلا سحبها هنا في الانتيك. تمام. وده اول مرحله من مراحل الانتاج. وطبعا المهندس محمد دياب كفيل برضه هو اللي هيكلمنا طبعا عنه. اهلا بيك ومنورنا. يعني طبعا كلنا فخورين بالمجهود اللي انتوا بتقوموا بيه والشغل اللي بتقوموا على الارض. احنا هنا في اول مرحله في عمليه ان احنا نبتدي نستخدم الخامات الاوليه دي نحولها الى اعلاف سواء كانت اعلاف سمك او جمبري. كملي بقى نبتدي مع بعض انا وانت الرحله ان احنا نشوف خطوط الانتاج بتاعتنا داخل مصنع الاعلاف عامله ازاي. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم. الخامات بتجي اولا بتبقى عباره عن صويا لوحدها، جيلوتين لوحده، ذره لوحده، كل حاجه مفصوله لوحدها. كل حاجه مفصوله لوحدها. ببدا اشحن انا هنا في الانتاج. ده اسمه انتاج. بيبدا ده شحن الخامات الاوليه اللي عندي في صاله الخامات. تبتدي تفرغ الخامات دي هنا. بفضل الخامات هنا بتبدا تمشي على حاجه اسمها تشين كونفاير او مرحل، حاجه بتنقل الخامات يعني مرحله. يعني زي سير كده سيره بينقل الخامات دي لحد المنطقه الثانيه، صح كده؟ السير ده بيبدا يشحن الخامات على عندي 20 بنه
20 بن دول او صومعه لشحن الخامات الاوليه. 20 صومعه لشحن الخامات الاوليه. تمام. الصوامع دي او البنن دي متقسمه، بنه مثلا للصويا، بنه للذره، بنه للجلوتين، عمليه فصل. بدل ما هي موجوده في المخزن هنا ببدا احطها عندي في البنن بحيث ان انا ابدا انسب منها الباتشه بتاعتي. الباتشه مثلا عباره عن الباتشه عندنا هنا 3 طن، ابدا اقسمها مثلا 500 كيلو صويا، 200 كيلو جلوتين، وهكذا على حسب الخلطه بتاعتي. باشمهندس انتقلنا الى مرحله اخرى، يعني بعد ما عملنا عمليه التعبئه بقى، بعد عمليه ان احنا بالظبط كده، ومشيت على السير الخامات بتوصل للمنطقه دي. كلمني عن الماكينه دي وايه الدور اللي بتقوم. تمام. بعد ما شحنت الخامات عن طريق الانتاج، شحنتها حطيتها في الصوامع او البنن اللي عندي عن طريق الكنترول روم. طبعا المصنع كله يدار عن طريق الكنترول روم، كله بتكنولوجي اوتوماتيك، يعني مفيش تدخل ايد بشري في الموضوع خالص. عمليه النقل لا كل ده بيستخدم بتكنولوجيات عاليه جدا. تكنولوجيا اوتوماتيك. تمام. بعد ما شحنت الخامات وحطيتها في البنن ببدا انسب، مثلا عايز انسب الباتشه اللي انا حددتها 3 طن. ال3 طن دولت عباره عن كذا كيلو من الخامه دي وكذا كيلو من الخامه دي. ابدا بعد كده اطحن الخامات دي، بحطها في بجيبها مكنه اسمها الهامر ميل او المكنه اللي ورانا دي بتعمل طحن مبدئي للخامات اللي عندي. يعني هي الماكينه اللي ورانا دي لو الكاميرا معانا تجيب الكلام ده، يعني هي دي الماكينه اسمها الهامر ميل او المجرشه. المجرشه دي بتبدا عندي تطحن الخامات قطر حوالي 3 ملم. قطر حوالي 3 ملم. طحن مبدئي للخامات عن طريق المكنه زي ما احنا شايفينها دي. وعندنا حاجه اسمها دست كوليكتور. دست كوليكتور ده مجمع اتربه، بيسحب الاتربه والغبار اللي بيطير نتيجه طحن الخامات دي. وابدا اجمع بعد كده اتربه الغبار ده عباره عن خامات برده، مش عباره عن يعني ده برده خامات، يعني الغبار ده برده بيستخدم في عمليه التصنيع الخاصه بالعالم. متطايره برده، خامات متطايره. ببدا اجمع الخامات دي مع الخامات اللي عندي اساسا وانقلها على المرحله اللي بعد كده اللي هي البلوكلايزر او المايكرو ميل، عمليه الطحن الدقيق. دي عمليه الطحن الدقيق بقى. الطحن الدقيق بقى بتطحن الخامات لاقل قطر ممكن، اللي هو ممكن نص مللي تقريبا. نص مللي. طحن دقيق جدا للخامات. الطحن الدقيق ده في مرحله ثانيه موجوده تحت، اوريك المكنه. طبعا الماكينه دي من احدث الماكينات الموجوده في العمليه دي، صح؟ ده اكيد طبعا. الماكينات اللي هنا ماكينات مختلفه عن اللي موجوده في اي مكان تاني. هو التكنولوجيا عامة يعني تتشابه، يعني المكن هنا زي موجود شبهه في أماكن تانية كتير، بس دي مرحلة مهمة جدا لعملية الطحن بتاعت الخامات. لكن احنا هنا المقصود ان متوفر لنا واحد يعني ماكينات حديثة، احنا مش شغالين بأنظمة قديمة، شغالين بأنظمة على أحدث مستوى زي الموجودة في العالم. طبعا المصنع هنا بيواكب التطور الموجود في الأماكن التانية. وده مريح بالنسبة لك كمهندس بقى وبتوع بيوفر عليا في مجهودي، بدل ما المكن القديم اللي لسه التكنولوجيا بتاعته قديمة لسه أبدأ الناس طبعا دي بتتطور وتتغير. المكنه دي من ضمن التكنولوجيا المتطوره الانتاج الاعلى. باشمهندس المرحله اللي احنا فيها بقى، المرحله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، مبدئيا احنا شحنا الخامات خلاص في الصوامع او البنن اللي عندنا. بعد كده ببدا انسب الباتشه بتاعتي هنا عن طريق تنسيب. يعني ايه انسب؟ انسب يعني اجمع مثلا 10 كيلو ذره على 10 كيلو. لو انا مثلا بتكلم عن كميه مثلا صغيره، مثلا انا بتكلم طبعا عندي الباتشه بتاعتي 3 طن، فانا بتكلم مثلا صويا، مثلا نقول طن صويا مع 200 كيلو ذره مع 200 كيلو جلوتين، اللي هي الخلطه بقى. الخلطه دي العمليه دي اسمها التنسيب عن طريق ميزان التنسيب. عن طريق ميزان التنسيب. طبعا الخلطه دي بتختلف على حسب انا عايز بروتين قد ايه، 30%، 25%، 40%، وفقا للمعطيات اللي بتجيلك في المقاييس اللي انت عايزها للمنتج. وزاره الزراعه بتحدد لي المفروض. وزاره الزراعه بتحددها. تمام. المفروض انا عندي ببدا بقى بناء على كميه البروتين او نسبه البروتين اللي انا عايزها على حسب نوع السمك اللي انا اغذيه. ببدا احدد الباتشه بتاعتي هيبقى نوع الخامات بتاعتها الاوليه ايه وايه وايه. الخامات دي انا بحددها في الكنترول روم عن طريق المشغل، بيحدد الباتشه بتاعتي عباره عن ايه وايه. بيبدا ميزان التنسيب هنا ينسب الخامات اللي انا محتاجها، وده ميزان التنسيب. وده ميزان التنسيب بقى اللي احنا بنتكلم. واللي فوقها دي الصوامع او البنن بتاع التنسيب اللي هي بتنزل منها بقى اللي بشحن من الانتاج في الصوامع، يبدا ينزل هنا على ميزان التنسيب. كل ده بشكل آلي، يعني كل اللي بيحصل قدامكم ده بشكل آلي تماما. هو مش محتاج عدد كبير من العماله، ولكن في النهايه عمليه التحكم اللي موجوده هنا كلها الكترونيه. المهندسين هنا بيتدربوا اعلى تدريب وعندهم امكانيات عاليه جدا في عمليه التعامل مع التكنولوجيا الحديثه في عمليات تصنيع الاعلاف اللي هي مهمه جدا. هننتقل لمكان تاني. تمام. بعد ما خلاص ما نسيبنا الخامات، بعد كده ننتقل للمرحله بتاعه الطحن، اللي هي الطحن الاولي والطحن الثانوي. ننتقل للطحن. تمام. بعد ما خلاص ما جبت الخامات وطحنتها، ببدا اخلطها مع بعضها عن طريق الميكسر. الميكسر ده انا عندي خط الجمبري. خط الجمبري ما بضيفش فيه زيت للخامات في الخلط، لكن خط السمك بضيف فيه زيت. فالميكسر عندي بيبقى عباره عن خلط الخامات مع بعضها عشان تبقى متجانسه الخامات مع بعضها، في تجانس. في تجانس الخامات. بعد كده ببدا اشكل العلف بتاعي بقى عن طريق المكبس. بعد ما بتزود الزيت زي ما قلنا وخلاص. تمام. بيبدا بقى اجيب الخامات على
المكبس، ابدا اشكل الخامات بتاعتي على حسب الحجم اللي انا عايزه، على حسب عمر السمك، حسب قطر الضاي. قطر الضاي عندي بيحدد لي شكل العلف، 1 مللي 2 مللي 3 مللي على حسب نوع العلف اللي انا محتاجه. نوع العلف ده بقى اللي هو طافي او علف طافي او غاطس، بحدده عن طريق كميه البخار وكميه الميه اللي انا بضيفها للعلف في المنتج، للعلف وانا بصنعه في الكونديشنر. هنا الكونديشنر مرحله قبل الاكسترودر بالظبط. يعني ده اللي هو ايه، مرحله خاصه قبل النهائيه، ممكن قبل النهائيه لانتاج السمك على طول. يعني قبل التعبئه هنا في مرحله بقى التجفيف اللي احنا كنا بنتكلم عنها. تمام. انا بعد ما عديت على مرحله المكبس اللي هي بتشكل العلف عندي، طبعا بشكل العلف عن طريق بضيف خلط البخار والميه مع الخلطه اللي انا خلطتها، فبيبدا العلف يبقى عنده نسبه موجود فيه نسبه رطوبه عاليه تقريبا 25%. فمحتاج ان انا اشيل الرطوبه دي او انزعها عن طريق الدراير. بيدخل بعد كده مرحله الدراير اللي هو سحب الرطوبه الموجوده في العلف لتوصل لحد 9% او 10% رطوبه، واوصل بقى للمرحله اللي احنا فيها اللي هي مرحله التغليف. قبل مرحله التغليف كمان في مرحله الكولر او المبرد اللي هو يبرد العلف، طبعا لان انا دخلت على الدراير ده بيسحب الرطوبه عن طريق البخار. البخار طبعا محمص درجه حرارته فوق ال 100. عايز اقلل بقى، عايز اقلل درجه الحراره لدرجه الحراره الطبيعيه عشان العلف لما يتخزن يقوم وهنا يجي دورك بقى. يعني هنا يتغلف في العلف ويجي دورك بقى ما احنا خدنا الجوله، ابتدينا الجوله معاك وهننهيها معاك هنا واحنا في المخزن النهائي بتاع منتجنا النهائي بقى. طبعا بعد الشرح المكثف اللي وضحه باشمهندس محمد، نبدا بقى نهايه الفاينل برودكت. طبعا ده بالنسبه للتعبئه والتغليف. طبعا بينزل العلف من هنا، وطبعا يتم زي ما لو الكاميرا بس تسمح الكاميرا تبص نشوف ده المنتج النهائي بقى بالنسبه لنا. ده المنتج النهائي، وانا شايف انه بخزينه تخزين جيد هنا، وطبعا واضح ان عمليه بقى ان خروج الطلبيات دي لازم تتم بمعايير. وطبعا عمر ما ينفع نطلع العلف غير بالتاريخ طبعا من الاقدم. يعني مثلا عندي مثلا تاريخ 8 وعندي تاريخ 7، لازم ابدا بتاريخ البعيد واخلي التاريخ الحديث عندي عشان يفضل موجود عندك في التخزين بتاعك، زي اي مصنع عالمي بيشتغل بنفس الافكار العالميه اللي موجوده. هو ده اللي موجود هنا. دي سياسه شركات عالميه، فلازم نتبعها. يعني اخيرا قبل ما ننهي معاكم، يعني قول لي احساسك ايه وانت شغال هنا؟ طبعا انا كنت قبل ما اجي هنا المشروع انا ما كنتش متخيل شكل المشروع وحجمه. انا من سكان المنطقه بس يعني حوالي 2 كيلو بعيد عن هنا. ما كنتش متخيل حجم المشروع. طبعا لما شفت المشروع وطبعا كميه العماله والناس اللي موجوده في المكان، طبعا مشروع قومي ان شاء الله. نتمنى انه يكون ناجح ان شاء الله ويساعد البلد ويساعد محافظه كفر الشيخ، لان طبعا محافظه كفر الشيخ وبالذات مركز مطوبس كان من اكثر المراكز في مصر اللي بيعاني من الهجره غير شرعيه. طبعا المشروع ده ان شاء الله نامل ان هو على الارض دي، يعني من الارض دي كانت موجوده. اكيد طبعا دي بجانب قريه الجزيره الخضراء مركز مطوبس. القريه دي كانت من اكثر القرى اللي فيها موجود فيها هجره غير شرعيه، وان شاء الله المشروع ده يحل الازمه دي باذن الله. وان شاء الله نشوف المشروع ده بيكبر كمان. كلمه اخيره توجهها للشباب بقى اللي كان مش متخيل الصوره دي. انا بتكلم هنا من ارض الواقع وشفت بعناية، وطبعا التلفزيون يوم الافتتاح طبعا الكل شاف، لكن مهما تشوف من التلفزيون عمرك ما تشوف من ارض الواقع. هنا صورة حية، صورة باختصار شديد انا مش عارف اعبر. هي فخر لينا كلنا، هي فخر لكل مصري، فخر لكل البلد. المصنع زي ما احنا شايفينه تقريبا من اكبر المصانع الموجود في الشرق الاوسط كله. دي الشركه الوطنيه للثوره السمكيه والحياه المائيه ببركه غليون. دي تقريبا اكبر شركه موجوده في الشرق الاوسط كله. طبعا اي شرف لاي فرد لاي شخص انه يشتغل في هذا الصرح العظيم. عملوا جهد متواصل داخل مصنع الاعلاف بالمدينه السمكيه ببركه غليون. في الحقيقه المصنع ده والعمال اللي شايفينهم واحد من اهم المنشات اللي موجوده هنا، لانه بمنتهى البساطه فكره ان النهارده يبقى عندنا العلف الخاص بعمليه الاستزراع السمكي ده شيء مهم جدا، وانه يكون في نفس المكان وفي نفس المنطقه. المصنع معمول بواحد من احدث الطرز العالميه، وهو المصنع في الحقيقه بخبرات مصريه صينيه، والعمال هنا بيعملوا على اكمل وجه زي ما انتم شايفين، وفي تدريب عالي جدا، في مجهود كبير جدا، كل انواع الاعلاف موجوده هنا، وفي الحقيقه واحد من اهم المنشات زي ما قلت اللي موجوده هنا. هنتعرف على العمال ونتكلم معاهم ونشوف الدور اللي بيقوموا بيه داخل المشروع. ثانيه واحده بقى نتعرف عليك، معلش انا وقفتك على الشغل. تعرف عليك. احمد محمد عبد الحميد. قول لي انت بتشتغل هنا بقالك قد ايه؟ اول مشروع فتح؟ من اول ما فتح. انت منين بقى؟
انا هنا من كفر الشيخ مركز مطوبس. فكره ان يبقى المشروع جنب بلدك، يعني انت النهارده من كفر الشيخ والمشروع معمول في كفر الشيخ والكفر الشيخ، ايه رايك في الفكره دي؟ لا فكره تمام، ما باخدش وقت من هنا للبيت. ما تاخدش وقت طويل. لا. قول لي المصنع هنا انت ايه رايك فيه؟ فكره كويسه وفكره تمام يعني. انت الشغل هنا سهل ولا صعب؟ لا شغل كله بسيط. اتدربت طبعا؟ طبعا. اتدربت تدريب عالي طبعا؟ طبعا. الماكينات هنا حديثه كلها والتعامل معاها سهل ولا صعب؟ لا كله سهل الحمد لله. مفيش مشكله كبيره في التعامل؟ مع التعامل كده وبتاع، بنزداد خبره كل يوم عن التاني. انت عارف الدور اللي انت بتقوم بيه هنا، يعني فاهم انت بتعمل ايه للبلد؟ انت بتعمل دور قومي في البلد دلوقتي، انت بتعمل شغل ان انت ممكن تعوض فكره النهارده الاستزراع السمكي في مصر ويبقى في انتاج سمكي بشكل كبير جدا، فاهم الفكره دي؟ فاهم حضرتك. انت مبسوط يعني؟ مبسوط الحمد لله. تعرف عليك. احمد موسى ابو عليم جعفر. انت منين؟ انا من مركز مطوبس. كله من مطوبس هنا، لاحظت الموضوع ده، يعني اغلبيه الناس اللي بتشتغل في مصنع هنا من مطوبس. احنا هنا منطقه شغالين هنا على طول. كنتوا محتاجين مشروع زي ده في بركه غليون في كفر الشيخ؟ كان في ازمه قبل ده. هي كنا طبعا الشباب كله لسه شغال والناس شغاله يعني تمام. فكره النهارده ان يبقى دي كانت منطقه ما فيهاش عمار وما كانش فيها اي حاجه خالص، وفجاه يبقى فيها مصانع بالحجم ده وبالكميه دي، ايه رايك فيها؟ حاجه حلوه خالص، حاجه جميله، حاجه كويسه. الشغل هنا صعب ولا سهل على المكنه اللي انت شغال عليها؟ لا. المكنه دي بتعمل ايه بقى؟ المكنه دي بتخيط، والمكنه دي تعبيه بتعبي الشكاره زميلي. يعني من هنا انت العلف بينزل من هنا بعد ما بيتم تصنيعه من المنطقه دي. كذا كيلو، 25 كيلو تعبي تجي خيط على المكنه على طول. كل ده بشكل الكتروني طبعا. يعني الوزن والكلام ده كله بشكل الكتروني. ما بناخدش في الطن ربع ساعه. ما بتاخدش في الطن الواحد ربع ساعه؟ ده يعني شغل جامد بقى. شغل جامد وبعدين تبتدي تخيط هنا تقفل بقى الشويه اللي انا شايفه ده. زي ما انت شايف كده. النوعيات هنا مختلفه، يعني النوعيات اللي بتشتغل عليها مختلفه. هنا جمبري وهناك سمك. يعني هنا ده خط انتاج العلف بتاع الجمبري، وهناك انتاج الخط بتاع السمك. دي اخر مرحله اللي هي مرحله قبل التغليف. ده المنتج. تمام. تعرف عليك، اتفضل تعرف عليك، اسمك ايه؟ محمود عبد العليم. قول لي انت هنا مسؤول عن الماكينه دي، بتشتغل على الماكينه دي. انت منين بقى؟ من مطوبس. من مطوبس. قول لي النهارده المكنه زي دي وامكانيات تكنولوجيه زي دي بتسهل لك الشغل والعمل داخل مصنع العلف؟ اكيد طبعا، اكيد شغل عالي، تكنولوجيا عاليه جدا. قبل المشروع ده كنت بتعمل ايه؟ كنت شغال بره. كنت شغال بره. الشغل حر يعني. كده احسن ولا الاول كان احسن؟ اكيد كده احسن طبعا. كده انت حاسس بالامان اكتر. اكيد. فكره المشروع ده موجود في كفر الشيخ، ايه رايك فيه؟ فكره مميزه طبعا، شغال شباب المنطقه، شغال شباب مطوبس كله. يعني بقت فكره حلوه. اهم حاجه شباب مطوبس. اكيد طبعا. بصوا على ارضنا من حقنا. الشغل على ارضكم من حقكم، واحنا قلنا كده من الاول. صح. اكيد. وهو المشروع اصلا لما تم عمله عشان كده. كان الاول انا عارف ان المنطقه دي كان فيها هجره غير شرعيه، تسمع عن الكلام ده؟ اسمع عن الكلام ده كتير. لكن دلوقتي الموضوع ده تقريبا خف بنسبه 90%. في الحقيقه عمليات التخزين هنا داخل المصنع وعمليات ان احنا نرص المنتج بعد ما بيتم تعبئته وتغليفه، دول مهم جدا لان الكميات هنا كبيره جدا، ده بيحتاج عمل دؤوب. هنتعرف عن الناس اللي بتشتغل في الموضوع. ثانيه واحده انا اسف معلش، تعرف عليك. محمد عباس. قول لي دورك هنا، مهمتك ايه هنا في المصنع؟ انا هنا سواقين كدركات. مهنه برضو مش سهله، يعني الموضوع مش سهل. لا مهنه مش سهله طبعا، محتاجه تدريب ومحتاجه خبره. طبعا هي شوفها في نفس الوقت شغلانه خطر، في نفس الوقت لازم تخاف على زمايلك، مش سهله يعني بنفس يعني معدلات الامن والامان هنا مهمه جدا، ان انت تبقى محافظ عليها وانت بتشتغل. اهم حاجه الامن والامان. انا شايفك يعني لابس الخوذه بتاعتك ولابس الزي بتاعك وملتزم بكل التعليمات. اهم حاجه الامن والامان. انت منين بقى؟ انا هنا من البلد، من ابو خشوه. من هنا من نفس القريه دي. ايه رايك في فكره ان يتعمل مشروع زي ده بالحجم ده في كفر الشيخ؟ لا بالنسبه للمشروع ده يعني شرف لينا المشروع ده يتعمل في قريتنا، ويعني احنا كنا محتاجين المشروع ده اصلا من الاول. يعني المشروع ده بالنسبه لكم غير حاجات كتير؟ غير حاجات ياما، يعني الشباب اللي كانت بتسافر بره دلوقتي يعني ممكن ربنا يسهل لها هنا شغاله هنا دلوقتي احسن من السفر بره دلوقتي حاليا. الشغل هنا كتير، يعني انا شايفك الشغل كتير، يعني شايفك برضه في تعب. لا ده شرف لينا هنا. تمام. لا تمام، ده اكيد، ده حاجه طبعا، يعني شرف لينا ان احنا نشتغل في مشروع اكبر من ده كمان، يعني بسم الله ما شاء الله مشروع كبير ضخم. انت حاسس بقيمه المشروع ده؟ ده طبعا اكيد. قول لي فكره ان انت النهارده تخزين الاعلاف والكلام ده محتاج مراعاه خاصه، يعني محتاج ان انت بتشتغل بطريقه معينه وبحرص معين في عمليه التغليف والتخزين والكلام ده كله. ده اكيد طبعا، اكيد لازم يكون في امن وامان، تمشي بالحاجه براحتك وحاجات دي. انت نفسك تشوف ايه في المشروع ده اكتر؟ يعني نفسك تشوف ايه تاني؟ والله هنا يعني ندعو له بالتوفيق بس. انت شايف الامكانيات هنا عاليه، مش محتاجين حاجه؟ الحاجات هنا حلوه والناس هنا كويسين وكل حاجه تمام. كنت بتشتغل ايه قبل ما تيجي هنا؟ انا هنا سواق معدات بره، كنت قبل ما كنت اشتغل هنا. بس مش بالطريقه دي، مش بالالتزام ده بقى ولا بالشكل ده. في اهتمام بره، ما كانش حد مدور على السيفتي ولا مدور على امان حاجه، لكن هنا اهم حاجه الامان والامن.
مركز الابحاث والتطوير بالمدينه السمكيه بركه غليون في الحقيقه صوره مشرفه للبحث العلمي في مصر. المشروع هنا مش بيدعم بس صناعه الاسماك، لكن كمان هو بيدعم البحث العلمي في المجال ده، وهيطور كتير في المجال ده علشان يقول ان مصر ممكن تبقى نمره 1 في الانتاج السمكي على مستوى العالم. دور كبير بيقوم بيه مركز الابحاث المتطور اللي موجود داخل المدينه السمكيه ببركه غليون. بالتاكيد دور البحث العلمي وتطويره في المنظومه دي دور مهم. بالتاكيد هنوصل لابحاث مختلفه متطوره في المرحله القادمه بالعمل اللي بيتم داخل الاقسام هنا. احنا موجودين داخل قسم تحليه، هنتعرف على المتخصصين والباحثين اللي موجودين فيه ونبتدي نتكلم معاهم عن الدور اللي بيقوموا بيه. تعرف على حضرتك. كيميائي باحث عبد الله ابراهيم حميده. حضرتك في معمل البحث والتطوير في قسم الكيمياء التحليليه. الكيمياء التحليليه. احنا هنا بنقوم بدور تحليل الميه، تحليل العلف. تمام. بنقوم بعمل ابحاث عن العلف بحيث يناسب السمك اللي موجود في البركه. معلش واحده واحده عليا كده. يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن المياه والاعلاف اللي موجوده داخل المزرعه هنا او داخل المدينه السمكيه هنا، انتوا بتاخدوا منها عينات عشوائيه وتبتدوا تعملوا عمليه محددين المواصفات بتاعتها تناسب السمك اللي موجود عندنا في المزرعه. تمام. بنحلل طبعا الميه اللي بتعيش فيها السمك عشان تبقى فيها نحدد العناصر اللي موجوده فيها بحيث تناسب السمك يعيش فيها وكده. بنحلل الميه اللي داخل السمك. تمام. وبنحلل ايضا العلف اللي هو بيغذي السمك عشان بتدوروا على ملوثات بيئيه مثلا، بتدوروا على مشاكل معينه، بتدوروا على ايه وانتوا بتعملوا العمليين او بتحللوا العين؟ بندور على اي حاجه يعني تسبب اضرار للسمك او تسبب ان السمك ممكن يتغذى عليها او تخش مع السمك وبعد كده تبقى من ضرر على الانسان بعد كده. زي مثلا عندنا في مثلا الامونيا. طبعا زي ما كنت بعمل تحليل عن الامونيا. بالظبط انا فاكر عليكم تحليل عن الامونيا. طبعا الامونيا دي مشكله كبيره جدا في اسرع السمك. فطبعا نسبتها لازم يكون ما بتعديش النسبه المسموح بيها عشان السمك يقدر يعيش. تمام. انت بقى بتخطئ، يعني انت بتحلل العينه ولو لقيت ان النسبه دي اعلى من المطلوب مسموح بيها طبعا بنبلغ فورا ان هم يعدلوا في الشغل بتاعهم بحيث يظبطوا النسبه دي. حضرتك خريج دفعه كام؟ يعني حضرتك خريج دفعه 2015. يعني حضرتك مش خريج قديم، حضرتك خريج جديد ومع ذلك موجود هنا في مركز ابحاث متطور زي ده وقادر انك تشتغل في بيئه مناسبه زي دي. ان شاء الله. يعني قول لي ايه اللي اضاف لك وجودك هنا في المكان ده؟ والله طبعا انا هنا اجهزه طبعا متطوره جدا، اجهزه حديثه جدا، اجهزه على اعلى مستوى. تمام. المعمل ذات نفسه متجهز على اعلى مستوى بحيث يعني ايه يعني نتعلم فيه كويس وفي نفس الوقت نوظف قدراتنا العلميه اللي اتعلمناها في الكليات وبرضه خبرتنا العمليه اللي هي طبعا قليله، بس برضه احنا بنوظف قدراتنا العمليه في ان احنا نكون اكفأ الموجودين يعني في المجال وكده. كل الامكانيات متوفره لكم هنا خاصه بالبحث العلمي. ان شاء الله متوفره. ناخد برضو جوله داخل المعمل ونتعرف على بعض الباحثين اللي بيعملوا هنا. تعرف على حضرتك يا فندم. باحث كيميائي محمد عبد الستار محمد، قسم الكيمياء التحليليه. احنا هنا بنقوم زي ما حضرتك شايف بعمل تحليل نسبه بي اتش للميه. انا شايف دي جهاز متخصص جدا يعني. جهاز بي اتش جهاز متطور جدا. يعني بص كده ساده المشاهدين الدور اللي بيقوم بيه. الدور اللي بيقوم بيه المفروض فيه نسب معينه للميه اللي بيعيش فيها السمك. نسبه الحموضه او القاعديه. فاحنا بنشوف نسبه الحموضه بنشوفها في الحد المعين. طب في بوردر لاين مثلا حد اللي احنا بنخاف منه بنبلغ بيه. بس يعني في كل دايما بتعملوا عمليه مراقبه طبعا للبيئه اللي بيعيش فيها السمك عن طريق التحليلات وعن طريق البحث العلمي. طبعا لان السمك بيأثر في البيئه اللي هو عايش فيها وهي بتأثر فيه. واخد بال حضرتك؟ فلازم ده متابعه يوميه وكده. كل يوم بتعملوا العمليه دي؟
طبعا تقريبا يعني بيجي لنا عينات كل يوم طبعا، وعلى حسب نوع السمك. في سمك بيعيش مثلا في بيئه مالحه، في بيعيش في بيئه عذبه. وعندكم انا كمان عارف ان عندكم انتوا عاملين زي ميكس ما بين الميتين عشان توصلوا لنسب معينه، لان السمك اصلا البيئه دي بيئه مثاليه بالنسبه له، بالنسبه للتكاثر بيعرف يتكاثر كويس، الانتاج اللحم نفسه بتاعه. وبعدين هو احنا بنوفر له العيشه، لان المكان هنا اصلا مجهز لكده. يعني المكان اللي هو التقاء البحر المالح بالحلو دي انسب بيئه للسمك عشان يعيش فيها ويتكاثر ويبدا انتاجه يعلى وكده. مشروع المدينه السمكيه بركه غريون اكيد مختلف في النوعيه دي من مراكز الابحاث. ما كناش بنشوف مصانع او مزارع الاسماك بيبقى فيها مركز بحوث متطور بالشكل ده. طبعا. انت شايف ده، انت راجل عالم النهارده وراجل باحث، يعني كلمني ده بيبقى اضافه علميه ازاي؟ طبعا اضافه علميه، لان انت عندك اجهزه متطوره جدا. طبعا يعني حاجه مشرفه، شغل عالي ما شفتهاش قبل كده طبعا حضرتك. وبعدين ده كله بيصب في ان الاقتصاد بتاعك بتوفر بروتين امن وسمك. وبعدين ده حاجه في بيئه انت متحكم فيها النهارده. انتوا بتعملوا عمليه يعني بحث شديده في كل الملوثات اللي موجوده حواليكم، ده منتج مختلف طبعا يا فندم. وبعدين ده حاجه كويسه جدا كمنتج للمستهلك بره، انه بياخد حاجه يعني نسبه نقاء فيها، السيفت بتاعها عالي جدا. مصنع الاسماك والجمبري واحد من اهم المنشآت والخط النهائي بعد ما شفنا مع بعض مراحل كتير جدا داخل مشروع المدينه السمكيه ببركه غريون. بالتاكيد كنا لازم نقف هنا. المنطقه بقى الخاصه بالتصنيع والتغليف، المرحله اللي هي بتوصل للمواطن بقى، يعني المرحله اللي احنا كمواطنين او كمستفيدين او مستهلكين بتهمنا جدا لان فيها المنتج بتاعنا النهائي. معانا الاستاذ مصطفى جمعه عثمان وهو مشرف خط الانتاج الخاص بالجمبري، وهنتكلم عن خط الانتاج ده وهنتكلم عن عمليات التصنيع والتغليف الخاصه بمنتج الجمبري داخل مصنع الاسماك والجمبري. اهلا بيك وصباح الخير. اهلا بيكم صباح الجمال. برحب بيكم في كفر الشيخ وبشكركم على المسافه البعيده اللي قطعتوها، لان انا اعرف كفر الشيخ والقاهره حوالي 4 أو 5 ساعات. وبشكركم اولا على المبذول الرائع اللي انتم بتعملوه علشان تنقلوا بعض المشاريع القوميه للناس اللي بتشكك في المشروع اصلا،
يعني بعد افتتاح احنا ما عندناش احنا الصوره اهي، احنا عندنا الكاميرا اهي بتصور كل حاجه والخط معانا واحنا معاكم في الجوله النهارده، واحنا مش محتاجين نثبت حاجه لحد. احنا النهارده عندنا رجاله زيك بيشتغلوا على خط انتاج بالقوه دي وبالصوره الرائعه وبالدقه المتناهيه اللي احنا شايفينها. عايزين نتكلم الاول عن خط الانتاج. احنا النهارده عدينا مراحل كتير مع الساده المشاهدين، وريناهم عمليه الاستزراع السمكي ووريناهم المشروعات الخاصه بالعلف، كل ده بقى احنا هنا جينا عند الخط بتاع انتاج بقى او تعليب او تغليف الاسماك والجمبري. احنا هنا فين؟ اول مرحله دي اللي احنا فيها اشرحها لنا واشرحها للساده المشاهدين. دي مرحله الاستقبال يا فندم. بيجي لنا الجمبري من بره في عربيات، العربيات دي مزوده بانابيب اكسجين بتخش هنا على الاستقبال. في هنا معانا دكاتره بيطريين، في معاهم اجهزه بياخدوا عينات يفحصوها. يعني العينه اول ما بتوصل قبل ما بتخش على خط الانتاج بيتم فحصها عن طريق الطبيب البيطري، صح كده؟ تمام يا فندم. معانا دكاتره بيطريين بياخدوها، في معامل هنا بحث علمي، وفي هنا ناس معانا دكاتره بيفحصوهم. لو الحاجه كويسه وجودتها كويسه اوكي بتدخل على خطوط الانتاج. لو فيها اي شوائب او اي معوقات او اي حاجه ضاره بترفض الشحنه بالكامل. تمام، بيتم رفض الشحنه لو فيها مشكله. تمام يا فندم. وبعد كده بيتم عمليه وزن الجمبري خلاص. وفي هنا عندنا يحواظ زي كده، في ترمومتر زي كده بتقيس بيه درجه حراره الميه. ده انت لازم تقيس درجه حراره الميه. لازم هنا في الجناب كده بيكون فيه ثلج. تمام. وهنا الجمبري بقيس درجه حراره الميه بنسبه تكون لازم تقل عن 10%. لازم تكون اقل من 10 درجات. 10 درجات علشان تحافظ على درجه الحراره بتاعه الجمبري يا فندم. يعني لازم وانت بتدخله يكون في بيئه مائيه صالحه برضو لعمليه التغليف او التعليب جوه. تمام يا فندم. تمام. وبقى الخط الاول ده الخط الاول مرحله كده. في سير هنا اشرح لي برضو. في سير ناقل هنا يا فندم. في سير ناقل هنا. بنبدا يا فندم ننقل المرحله اللي بعد كده. المرحله اللي بعد كده اللي هي ايه؟ نزع الراس، ودي هنشوفها مع بعض، لكن احنا هنا لسه في المرحله دي. المرحله دي اللي هي مرحله الاستقبال. بس لو تسمح لي لو اخد من وقت حضرتك دقيقه واديك نبذه مختصره سريعه عن المشروع ده قبل ما يكون ايه؟ قبل سنتين يا فندم جاء هنا مستثمرين اجانب من الاردن ومن الامارات ومن السعوديه وناس مصريين جم. المكان ده كان عباره عن صحراء تماما قبل سنتين. كانوا يشوفوا الصحراء دي يقول لك احنا هنعمله هنا ايه؟ مش مستثمرين فلوس. محدش كان يقدر يعمل المشروع ده. ايوه يا فندم. انا هنا من اهل المنطقه وعايش هنا يا فندم، وكل الناس اللي شغالين هنا من اهل المنطقه وعايشين هنا والمناطق المجاوره. تمام. كان بيحلموا بمشروع زي ده طبعا بكل تاكيد. فبشكر كل القيادات وكل من ساهم وكل القيادات المسلحه اللي ساهمت في انشاء مشروع بالحجم ده، بيزيد من الدخل القومي وبيساعد بيفتح فرص عمل كتير للناس الموجوده. اغلب الناس اللي هنا موجودين من كفر الشيخ. من كفر الشيخ يا فندم، يعني بنسبه 80% من كفر الشيخ. يعني المكان ده كان برضه انا سمعت انه كان ملجا للهجره غير الشرعيه وكان حاجات كتير قبل ما يتعمل كل اللي احنا شايفينه. يا فندم كل قبرص واليونان كان طريقه غير. هنا البحر ده مصايب. فانت النهارده واقف مشرف على خط في مصنع من اكبر المصانع في الشرق الاوسط. ده طبعا يا فندم فخر وشرف واضافه كبيره ليا طبعا ان شغال في مكان زي دوت ولزمايلي طبعا، وبنستفاد كتير طبعا. والحمد لله رب العالمين في ناس من البحيره وفي ناس قريبه من المنصوره، ناس من طنطا، اي حد قريب من المشروع بيجي هنا، والناس شغالين معانا كتير ما شاء الله. بيفتح اكتر من 5000 فرصه عمل بطريقه مباشره، وفي اكتر من 10000 فرصه عمل بطريقه غير مباشره. ده غير ان هو هيرفع من انتاجيه الثروه السمكيه في مصر بشكل كبير، وهيوصل للمواطن المصري النهارده منتجات بجوده عاليه جدا بالنوعيه اللي احنا شايفينها النهارده. يا جماعه اللي احنا شايفينه ده كميات كبيره جدا من منتج انتوا بتعتبروه غالي اللي هو منتج الجمبري. النهارده القوات المسلحه هيتم توفيره باسعار جيده منافسه بمنتج عالي على فكره بيتم تغليفه وتعليبه باعلى واحدث الطرق زي ما الاستاذ مصطفى بيشوف. اسمعنا بقى نبتدي الجوله مع بعض، نوري الناس بقى مراحل الانتاج ونوريهم ازاي بيتم عمليه تصنيع وتغليف وتعليب الاسماك والجمبري. اتفضل معايا. اتفضل معايا استاذ مصطفى. احنا في المرحله الثانيه اللي بعد عمليه استقبال او ان احنا استقبلنا الجمبري وماشي على السير، بيخش على اول مرحله من مراحل خطوط الانتاج بقى. ده الخط اللي احنا فيه، كلمني عنه وقول لي ايه اللي بيحصل. دي مرحله نزع الراس يا فندم. بيجي لي الجمبري من على السير اللي هو في مرحله الاستقبال، بيدخل على هنا عندي 4 سيور. سير اللي هو بيخش عليه الجمبري من المرحله الثانيه، وفي سير هنا يا فندم بعد اذن حضرتك بيخش هنا الجمبري على الخط ده يا فندم، على السير دوت بالشكل دوت. تمام. بعد كده تمام بمسك الجمبريايه بطريقه معينه خلاص. بشيل الراس كده بطريقه معينه خلاص كده. بتفضيها في المكان ده. تمام يا فندم. هنا بتنزل على سير النفيات. هنا بتنزل على سير النفيات تحت هنا يا فندم.
خلاص اغسلها. دي بتساعدني في عمليه غسل الامعاء يا فندم. يعني تمام. الفكره كلها يا فندم مش فكره ان انا انزع الراس وارميها، لازم اشيلها بطريقه معينه علشان تفضل عندي الكميه دي في كميات كبيره بتفرق معاك في الوزن. بالظبط بتفرق معاك في الوزن. تمام. لازم تبقى الجمبريه تطلع بالشكل ده كده يا فندم، وبعدين ببدا بتقع بقى الراس بتنزل هنا في سير هنا تحت سير النفايات يا فندم هنا. ده سير النفايات خلاص بيطلع هنا سير النفايات. ده المخلفات الجمبري بناخدها بتخش في مرحله ثانيه اللي هي مصنع المخلفات، ده بيتصنع منه اعلاف للجمبري مره ثانيه. يعني الراس دي اللي هي ماشيه على السير اللي هناك ده تمام ما بتترماش؟ لا ما بتترميش يا فندم، بتنزل هنا تحت هنا في مصنع، في هنا السيور دي بتطلعها على المصنع الثاني اللي هو مصنع النفايات، وترجع من السير ده لمصنع النفايات اللي هو بعد كده بيخش في عمليه تصنيع الاعلاف. تصنيع الاعلاف مره ثانيه. خلاص. يعني السمك بياكل برضه نفس طبعا يا فندم طبعا، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي تهدير، ما فيش اي حاجه، وما شاء الله الحمد لله رب العالمين. يعني حاجه كبيره وحاجه تشرفنا طبعا شغالين هنا في مكان زي دوت بالانتاج دوت بتوفير فرص العمل دهيت. هل كل الجمبري اللي عندكم بيتنزع راسه ولا هو ده؟ في يا فندم عندنا 6 انواع او 7 انواع من مراحل الجمبري. في جمبري بيدخل هنا على الاستقبال مسلوق كامل، وفي مسلوق منزوع الراس، وفي جمبري مزنوق الراس بيخش على التقشير اللي هو بيخش على طريقه البانيه منزوع متقشر. في مرحله التقشير هشرحها لحضرتك بعد كده يا فندم. تمام. وفي عندنا اللهم صل على السلام جمبري كامل مسلوق الراس، جمبري فراشه، جمبري ايه الجمبري فراشه ده؟ الفراشه ده يا فندم منزوع من كل حاجه متقشر، ما فيهوش حاجه خالص وبيخش بعد كده على طريقه ثانيه اللي هي طريقه التتبيل وبعد كده بيطلع. هشرح لحضرتك المراحل كلها عشان كل المعلومات يكونوا معانا بقى في كل التفاصيل. استاذ مصطفى دي مرحله الوزن، يعني دي مرحله الوزن اللي هي بعد الفرد. دي مرحله الوزن يا فندم. في هنا الحسابات هنا الاستاذ جابر هيعرف حضرتك على طريقه الوزن بعد مرحله الفرز. جابر اهلا بيك يا استاذ جابر، يعني كلمني عن المرحله دي، قول لي المرحله دي. حضرتك مرحله الفرز تمام، باخد انا العينه من هنا من على السيور تمام. كل سير كل سير من ده بينزل لي الجمبري. باخد انا العينه زي كده في الباسكت دوت، بوزن انا نص كيلو تمام. بعد كده توزن نص كيلو، بوزن نص كيلو ده تمام عشان اعرف المقاس بتاع الحجم بتاع الجمبري. طبعا المهمه دي مهمه يعني حساسه جدا وصعبه جدا، لان انت الوزن عندك انت هنا بقى حسابات يعني عمليه التعيير دي مهمه جدا. حسابات سيادتك تمام. بعد كده بقى وزنت نص كيلو، بعد انا ايه عدد الجمبري بالحبه بالحبه. مرحلة أخرى من مراحل الإنتاج داخل مصنع الأسماك والجمبري ومرحلة تقشير الجمبري. نوع مختلف من الجمبري بيقدم وبيغلف هنا عن طريق تقشيره، لأنه يعني بيحاول إن هو يلاقي كل الأذواق اللي موجودة في السوق المصري. دلوقتي على مرحلة التقشير صح كده؟ تمام يا فندم. بعد ما استقبلنا الجمبري هناك بعد كده بيدخل على مرحلة نزع الراس. بعد كده يا فندم بيدخل على مرحلة التقشير. قول لي برضه يا أستاذ أحمد، هنا مرحلة التقشير ليها وضع مختلف، ليها نظام مختلف. التقشير ليها نظام ان احنا بيجينا الجمبري من نزع الراس هنا اللي هو منزوع الراس على السير هنا. بياخدوا العامل مننا يقشر الجمبري يخليه فيليه تمام كده. يخليه فيليه من غير قشور خالص، من غير قشور خالص تمام كده. وبعد كده في ابره من خلال ده بيتعقم هنا، الابر دي بتتعقم هنا تمام كده احواض تعقيم، ومن خلالها بننزع بيها الامعاء بتاعه الجمبري من فوق. ده مهم ان انت تنزع الامعاء في المرحله. احواض التعقيم ده يا فندم اهميتها والاساسي بتاعها لو جمبريه وقعت منها على الارض ما ينفعش طبعا اخدها احطها على السير واشتغل فيها، لازم تروح مرحله هنا حوض التعقيم دوت تتغسل فيه وبعدين ترجع على السير تاني. يعني اي حاجه تقع على الارض لازم تتعقم تاني. تتعقم تاني يا فندم. اي ثبت ممنوع يتحط على الارض، لازم في حوض التعقيم وبعدين يدخل على المنتج يتحط فيه المنتج. انا شايف في حد ماسك فرشه صح كده؟ وبيجمع القش. ايوه يا فندم. قول النفايات يا فندم بتخش على السير ولها برضو ممر للسير، ممر النفايات قدام خالص لها اوضه بتتحط فيها وكده. ده برضو نفس الفكره ان النفايات دي بتستخدم برضو في عمليه العلف. لا في العلف يا فندم. ماكينه التلج المجروش داخل المصنع من اهم الماكينات اللي موجوده، لان هي بتصنع التلج اللي بيتم استخدامه في تبريد المنتجات زي ما احنا شايفين. الماكينه دي معموله على احدث مستوى وعلى احدث طراز وموجود منها في العالم عدد قليل، لكن هي موجوده في مصنع انتاج الاسماك والجمبري داخل المدينه السمكيه ببركه غليون. تعرف عليك؟ اسماعيل عبد النبي ابو سالم يا فندم. قول لي الماكينه دي بتعمل ايه وايه الدور اللي انتوا بتعملوه؟ شايف العمال شغالين. طب بعد اذن حضرتك كده الاول، دي حضرتك مكنه تلج مجروش يا فندم. شغلتنا اللي احنا بناخد التلج ده يا فندم هيبقى يتحط على الجمبري في الاستقبال.
ايوه في الاستقبال يا فندم. عشان يحفظ برضك حراره التلج حضرتك زي ما انت حضرتك عارف. طبعا بقى الشغل اليدوي بتاع زمان في القصه دي انتهى بقى يا فندم. كان زمان يكسروا التلج والكلام ده علشان يحطوا حضرتك دي على اعلى مستوى يا فندم. دي على اعلى مستوى. كان الاول الالواح دلوقتي حضرتك زي مفيش الالواح دي خلاص دلوقتي يا فندم زي ما انت حضرتك كده ممكن هو يصور هنا حضرتك تلج على اعلى مستوى يا فندم مجروش وانا بنتعب كل حاجه. الموضوع مش صعب عليكم يعني شايف الموضوع سهل انتوا بتشتغلوا سهل جدا يا فندم. مش محتاج يعني صعوبه في الشغل. لا يا فندم مفيش صعوبه خالص. مش بقى التكسير بتاع زمان والجو. لا يا فندم والله. انت منين بقى؟ انا من هنا من فوق يا فندم. من فوق من كفر الشيخ يعني. كفر الشيخ. ايه رايك في المشروع ده اللي معمول في كفر الشيخ والاهالي كفر الشيخ؟ انا من خلال برنامج حضرتك عايز اوجه رساله برضك طبعا. الناس اللي هم بيقولوا على المشروع ده فنكوش مالناش دعوه بيهم بقى الناس دي خلاص. فنكوش حضرتك. انا بقول احنا الصوره دلوقتي عندنا شغل بالمستوى ده. ان يجوا يشوفوا هنا على ارض الواقع. يجوا اصل انت مهما تحكي مش هيقتنعوا برضك. يجوا على ارض انت اللي بتشتغل وانت اللي عارف. انا اللي شايف ده مشروع عملاق فوق ما تتخيل يا فندم وفاتح بيوت ناس كامل. وانت فخور انك شغال. والله فخور. هو احنا كنا فين؟ هو في حد يكره الشغل يا فندم؟ ما كانش في شغل هنا نهائي. دي حاجه كويسه لنا اللي بتوع فوق بتوع كفر الشيخ بتوع مطوبس حاجه كويسه. المرحله دي خاصه بالجمبري الفيليه وهي خاصه بعمليه التجميد السريع وطبعا دي مرحله على اعلى مستوى من التكنولوجيا لان الماكينه دي مش موجوده في اماكن كتير. طبعا المصنع زي ما قلنا هو واحد من اهم المصانع اللي موجوده في الشرق الاوسط في عمليه تعبئه وتغليف وتصنيع الاسماك والجمبري. وبالتاكيد الطب البيطري ليه دور مهم جدا لاننا زي ما انتم شايفين كل حاجه مراقبه على اعلى مستوى. مراقبه الجوده هنا بتحتاج تدخل الطب البيطري بشكل كبير. معايا 2 من الاطباء البيطريين اللي بيعملوا داخل المصنع وليهم دور كبير. وزي ما انتم شايفين المصنع دايما اغلب اللي بيشتغلوا فيه شباب حديثي التخرج وليهم دور كبير جدا في كل الاماكن داخل المشروع الخاص بالمدينه السمكيه ببركه غوليون. تعرف عليك دكتوره بسنت مصطفى. اهلا بيك يا فندم. تعرف حضرتك؟ دكتوره اشرقت علوم ثروه سمكيه. حضراتكم خريجين دفعه كام الاول؟ انا خريجه 16. وحضرتك؟ 2017. 2017. طبعا يعني انتوا حديث التخرج واشتغلتوا هنا في المشروع. جيتوا ازاي المشروع او اشتغلتوا ازاي فيه؟ انا سمعت عن الانونسمنت كان في اعلانات كتير في التلفزيون واونلاين كمان كان في تقديم اونلاين بس انا بصراحه قدمت مباشره عن طريق الشركه يعني ما قدمتش. جيتي زي ما ناس كتير قدمت بس انت ما كنتش يعني كنت متخيله انك هتقبلي بسرعه كده تشتغلي بسرعه كده؟ والله انا جربت حظي يعني بس الحمد لله قبلت. الحمد لله. حضرتك؟ انا سمعت كان في اعلان نازل على النت ورحت جيت قدمت هنا وعملت الانترفيو وبعدين هم كلموني وجيت قدمت الورق بتاعي. فكره ان احنا نشتغل النهارده الاول قبل ما نتكلم في اي تفاصيل فنيه يعني نشتغل مشروع بالحجم ده داخل مصر. انت ايه رايك في الفكره دي وده تخصصك بقى يعني انت اكيد كنت بتفكري في حاجات كتير وانت في الكليه بتشوفي التطبيق العملي ده بالحجم ده وبالشكل ده؟ اعتقد ان ده يعني ده يعتبر سبق بالنسبه لمصر ان احنا دايما كنا بندرس مشاريع ونتفرج على مشاريع بره مصر بالكرايتيريا او بالستاندرد الانترناشونال. فانا اول مره اشوف ستاندرد انترناشونال على ارض مصريه بالحجم ده. بالظبط يعني هي مدينه صناعيه متكامله من اول مصنع الاعلاف مصنع الثلج مصنع الانتاج بكل المشاريع الجانبيه الثانيه. فاعتقد ان ده شيء عظيم اول مره يحصل بالشكل المتكامل ده على مصر يعني. الطب البيطري هنا ليه دور مهم جدا لانه بصراحه بنتعامل مع منتجات خاصه بالاستزراع السمكي والانتاج الجمبري والاسماك اكيد محتاج رعايه خاصه. وايه دورك هنا داخل المصنع ايه كطب بيطري؟ احنا من اول ما بندخل من اول المصنع ما بيجي له هنا الجمبري او السمك ناخد السمك بنعمل له الاول فحص ظاهري. مش اي منتج بيخش لازم تكون جوده المنتج عاليه. هنا بقى بيبدا الدور بتاع الكواليتي كنترول ومش اي جمبري وجودته وشكله واوزانه وده بندخله هنا بنبدا بيه المصنع. وكل دور او من اول لاين ما بيبدا في نهايه كل مرحله شكل الجمبري طالع ازاي جودته. وهنا عندنا بيبدا بقى بعد كده يعدي على المراحل اللي بعد كده ويخش هنا الثلاجات عمليه مراقبه الجوده هنا ما انتم متابعين بقى في كل المراحل دي وانتم موجودين من اول قبل ما الجمبري بيخش المصنع الاستقبال بتاعه. قولي يا دكتوره برضو يعني انا كنت شايف معاكي جهاز بيقيس درجه الحراره ده خاص بايه يعني بتعملوا ايه في اول مرحله؟ المفروض لو احنا بنتكلم هنا على المرحله بتاعه تتليج الجمبري ان لو انا عندي جمبري كامل الجمبري الكامل ده المفروض ان انا لما برصه في العلب بتاعته لازم اللي احنا شفناها المرحله لازم بضيف له كميه معينه من الميه عشان يبقى متماسك ما يبقاش يعني مفرفط كده جوه العلبه. فلازم الميه اللي انا بضيفها على العلبه دي تكون درجه حرارتها على الاقل من 4 ل 8 درجه سيليزيوس. ليه يا دكتور؟
عشان انا بجهز الجمبري قبل ما يخش في الثلاجه درجه حرارتها سالب 35، فما ينفعش ان الجمبري اللي اخد درجه حراره المصنع اللي هي تقريبا 20 يخش على طول على سالب 35، فحوالي انا بتكلم في 50 درجه مئويه، فممكن نعمل عمليه تهيئه. بالظبط، دي بالنسبه له تبقى حاجه زي تهيئه عشان ما يحصلوش شوك جوه الثلاجه، فيبدا ان هو ياخد بيرنز او حروق على وشه فتديله شكل مش كويس، وده يفقد جودته او يفقد بالنسبه للمستهلك هو لما يجي يشتري حاجه ويلاقيها عليها حروق من على الوشيفه دي بالنسبه له حاجه مش بتفقد جودتها يعني. فلازم درجه حراره الميه تكون من 5 ل 8. بعد كده هيدخل الثلاجه درجه حرارتها سالب 35، بيطلع من هناك. انا طبعا بتاكد من درجات الحراره دي من خلال الشاشات. انت دايما متابعه بقى الكلام ده بكل ده؟ انا والستاف الموجود، انا مش لوحدي، انا والدكتوره اشرقت، احنا بيعاوننا ستاف من صف الضباط والمشرفين المتخصصين في مجال الجوده. الجمبري بيطلع من الناحيه الثانيه، بتكون لازم درجه حرارته، انا بقيسها عن طريق الترمومتر، لازم تكون درجه حرارته سالب 18 وفوق، يعني ما ينفعش يبقى اقل من كده. بعدها برضو لازم اعمل له حاجه اسمها جليزنج، يعني انا بديله زي لمعه كده عشان التلج بيبقى مديله طبقه من السنو على الوش. السنو ده بيبقى شكله مش حلو، خاصه لو دخلته على بيدي برضو احساس ان المنتج مش هاي كواليتي يعني. فلازم بغمسه في ميه تكون درجه حرارتها 5 يعني ماكسيمم او اقل من 5 عشان تديله طبقه الجليزنج اللمعه دي. بعدها بقى على طول بدخله يا اما في التعليب، ببدا ان انا اقفل التعليب بتاعي وادخله في التغليف، او ان انا بكيسه بدخله ماكينه الفاكيوم. دي المرحله الاخيره يا دكتوره اشرقت، يعني دي المرحله الاخيره احنا كنا بنتكلم عنها. ايوه، هنا بيطلع المنتج، بيكون المنتج هنا درجه حرارته سالب 18، بيطلع من هنا بيبدا الاوزان بتاعته يتوزن ويتعبى في الاكياس دي بتكون معقمه برضو، وبعدين بيخش برضو بتاخد نفس برضو درجات التعقيم اللي مطلوب. بالظبط كده. شايف ان المنتج يعني حتى انا اول ما اشوف عمليه تجميد بالطريقه دي او بالشكل ده، تمام يا دكتوره بسام؟ يعني التجميد هنا ليه شكل مختلف. اكيد، لان الثلاجه بتدي درجه حراره مختلفه عن اي ثلاجه ثانيه، يعني دي سالب 35 درجه تحت الصفر. وحضراتكم زي ما قلتوا لي بتتاكدوا من القياس. بتتلج في حوالي اقل من نص ساعه، يعني من 20 ل 30 دقيقه، فعشان كده اسمها تجميد سريع. تجميد سريع، وكده احنا حافظنا على القيمه الغذائيه للمنتج بتاعنا اللي احنا بنغلفه بعد كده معقم بالشكل اللي انتوا بتقولوا عليه. بيخش هنا في الباكج، هنا بيكون الاكياس قبل ما بيجيبوها بيكونوا معقمينها، بيعبوها، بتدخل بعد كده بتتقفل في الفاكيوم، وبعد كده بتتنقل للثلاجات. طبعا عمليه عزل الهواء دي مهمه برضو علشان عمليه التعقيم. اكيد، عشان ما يحصلش بكتيريا ريبليكيشن، يعني لو في اي بكتيريا في الهواء ما تبداش ان هي تتكاثر داخل الكيس لازم يكون فارغ تماما من الهواء ومن الميه ومن اي حاجه، يعني هو الجمبري وبس. بشكركم جدا وانا سعيد بلقائكم، وان شاء الله من تقدم لتقدم ونشوفكم بتنتجوا افضل منتج جمبري للعالم كله، تكونوا نمره واحد، يبقى المصنع نمره واحد في العالم ان شاء الله. مرحله التعبئه ان هي بعد عمليه التجميد في النوعيه دي من الجمبري اللي هو الجمبري الفيليه اللي دخل وخد درجه حراره وصلت لماينس 35، ودي درجه حراره يعني بتتم التبريد بشكل سريع جدا زي ما اتكلمنا علشان يحافظ على القيمه الغذائيه لمنتج الجمبري اللي موجود عندنا داخل المصنع. نتعرف على حضرتك. كريم عبد المقصود رمضان، محاسب مشرف خط التعبئه والتغليف. انت بقى المحاسب المشرف على كل بقى العمليات دي، عمليه بقى بعد ما بتتم عمليه الانتاج او عمليه التجميد احنا بنلعب مرحله التعبئه. كلمني الاول قبل ما نبتدي نتكلم اي حاجه، ايه اللي بيحصل هناك؟ حضرتك ده الفيليه. لا اللي بيحصل الميه، الفيليه ده لازم اول ما يخرج من الثلاجه نحطه في الميه عشان ياخد قشره. عشان ياخد طبقه. قشره، بعد كده بنعبيه يا اما في كيس نص كيلو يا كيلو. يعني العلبه اللي في ايدك دي ايه؟ مكتوب عليها يعني، وريها للساده المشاهدين كده. ده جمبري ايه؟ بانيه. ده بانيه. وده حضرتك لو هو كامل بالراس نص كيلو. ده نص كيلو، دي علبه نص كيلو. ودي كامل بالراس كيلو. يعني انت عندك كيلو ونص كيلو، والبانيه دي العلب اللي انت بتغلفها هنا او بتعبى في الخط. بيتعبى في اكياس. الفيليه ده بيتعبى في اكياس. تمام. انا عندي اكياس برضو. اكياس حجم الكيس نص كيلو او كيلو. حجم الكيس نص كيلو او كيلو. حضرتك هنا بقى للحرص، هنا موجود هنا عشان الحرص ان الوزن اللي رايح للمستهلك يروح مظبوط. يعني انت بتراقب الوزن ده بدقه شديده متناهيه علشان تحصل المستهلك مظبوط. نص كيلو يبقى نص كيلو، كيلو يبقى كيلو. طب ولو لقيت وزن مش مظبوط بتعمل ايه؟ يرجع تاني وبيتوزن. يرجع من الاول ويتوزن وبعدين بيرجع هنا ويتوزن. تمام. قول لي المنتجات عندكم هنا يعني عمليه التعبئه بتتم بسرعه، يعني انا شايف خط انتاج بسم الله ما شاء الله عدد كبير جدا شغال في عمليه التعبئه. طبعا الناس هنا بسم الله ما شاء الله كويسه وتعلمت بسرعه جدا، ده طبعا بعد الخبراء السنين ما دربوهم وعلموهم كويس،
والناس هنا كلها بسم الله ما شاء الله شغاله كويس يعني. قول لي برضو احنا بنتكلم النهارده عن مصنع بالحجم ده، الكواليتي كنترول فيه شيء مهم، عمليه ان انت النهارده تبقى مراقب كل التفاصيل ده شيء مهم. انت جزء من دورك كمراقب حسابات ومراقب جوده ان انت تعمل الشغل ده. كلمني عن الاختلاف هنا اللي موجود عندكم داخل المصنع. اختلاف ايه فين؟ الاختلاف في العمليه دي ان انتوا النهارده قادرين ان انتوا تعملوا ده بشكل سريع وبتدريب عالي جدا. طبعا الوقت طبعا بيفرق، يعني الناس دي اول ما جت كانت ممكن تغيب في الطن يوم كامل، دلوقتي بسم الله ما شاء الله الناس دي اتعلمت بسرعه كويسه جدا. مرحله التعبئه من المراحل المهمه جدا في النوعيه دي من المنتجات، لان بمنتهى البساطه احنا النهارده بنتكلم عن منتج عايزين نصدره بره، فنوعيه التعبئه ونوعيه التغليف مهمه جدا، لان هي اللي بتبرز شكل المنتج وجودته وازاي ممكن يكون ليه شكل مهم علشان المستهلك يقبل عليه ويشتريه، سواء كان من الاسواق او في عمليات التصدير للخارج. واكيد ده ليه مواصفات ومعايير خاصه جدا موجوده هنا داخل المصنع الخاص بانتاج الاسماك والجمبري بالمدينه السمكيه ببركه غليون. معايا مشرف التعبئه وهنتكلم معاه عن المرحله دي. تعرف عليك. حسن احمد ابو خديجه. قول لي يا استاذ حسن، المرحله دي عباره عن ايه؟ بتعملوا ايه هنا بالظبط؟ ازاي المنتج بيجي لكم؟ كلمنا عن التفاصيل الخاصه بالمرحله. حضرتك المرحله دي مرحله التعبئه، تمام؟ بنشتغل في مرحله التعبئه دي على حسب الكميه اللي هتجينا، مثلا اللي هو طن مثلا جمبري بيخش لنا، تمام؟ ان كان هو كذا مرحله بيتم اختراق الاول بالكميه. طبعا احنا هنا يعني دي كميه احنا بنمثل بيها للساده المشاهدين عشان يشوفوا عمليه التعبئه بتتم ازاي والتغليف، لكن عمليه التعبئه والتغليف بتتم طول الوقت يعني هنا في المصنع. اللي هو المرحله اللي هو تعبئه في كيلو، وفي اللي هي ده كيلو يعني هو بيوزن هنا كيلو 1000 جرام 1000 جرام بيتم الرص بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، وفي اللي هي العبوه على حسب برضو الكميه اللي بتجينا ان كانت نص او كيلو. يعني انت عندك عبوه نص وعندك عبوه كيلو. تمام. بيترص ده جمبري كامل الرأس، وده نوع معين بيتم رصه في عبوه معينه. تمام. الوزن بتاعه اللي هو 1000 جرام، تمام. بنفس الطريقه ديت، تمام. بيخش بعد المرحله دي ان كانت اللي هي العبوه الكيلو، بعد مرحله الثلاجه لمده 35 درجه بيخش الثلاجه، بعد نص ساعه بيطلع المنتج هناك اللي هي مرحله التغليف بقى. طبعا احنا عايز انور الساده المشاهدين ان في مرحلتين تانيين احنا ما اتكلمناش عنهم نظرا لان وقت حلقتنا ضيق جدا، لكن احنا حاولنا نوريكم اغلب المراحل اللي موجوده داخل المصنع علشان نقول لكم ان احنا مرحله السلق ومرحله التحمير، المراحل دي مهمه جدا في عمليات التصنيع، لكن احنا وقتنا ضيق جدا، وقتنا النهارده وقت حلقتنا مش كبير، المصنع هنا عايز 4-5 ايام علشان نقعد نشتغل فيه. قول لي بعد كده هنعمل ايه؟ هننتقل مرحله بعد ما في قسم التعبئه، بعد كده بيخش الثلاجه، بيطلع بعد نص ساعه بالظبط اللي هي مرحله التغليف. في النهايه زي ما ابتدينا الرحله مع الاستاذ مصطفى اتمان بنختم معاه الرحله واحنا قدامكم اهو المنتجات النهائيه اللي بيخرجها المصنع الخاص بتعبئه الاسماك والجمبري. بالتاكيد منتجات كلنا بنفتخر بيها لان منتجات مختلفه بتغير في ثقافه المستهلك المصري، وكمان تتوافق مع رغبه المستهلك العالمي لما نحب نصدر منتجات بالجوده وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. استاذ مصطفى يعني عرفنا عن المنتجات النهائيه اللي موجوده عندكم بقى اللي بتخرج عندنا من المصنع النهارده. كلمني عن المنتج ده الاول. المنتج ده يا فندم عبوه جمبري مسلوق منزوع الراس، تمام. عبوه 1 كيلو يا فندم، تمام. في هنا جمبري مسلوق منزوع الراس عبوه نص كيلو. ده الكيلو وده النص كيلو. تمام يا فندم، ده الكيلو وده نص كيلو. في عندنا عبوات ثانيه مختلفه بردك من الجمبري كامل مسلوق الراس، جمبري كامل فقط بالراس. ده اللي هو بقى الجمبري المتعارف عليه اللي هو العادي بتاع المستهلك اللي هو بتقعد تشتريه من السوق وبتشتريه من اي حته. بالظبط كده يا فندم، ده الشائع في كل الاسواق وفي العالميه والمصريه والمحليه. ده جمبري كامل بالراس، تمام، عبوه كيلو. في جمبري هنا منزوع الراس، تمام، عبوه منزوع الراس عبوه نص كيلو يا فندم، تمام. في عندنا بردك هنا جمبري كامل منزوع الراس، تمام، عبوه كيلو، خلاص 1 كيلو. وفي هنا عبوه جمبري مسلوق كامل بالراس تمام. ده مسلوق بقى. ده مسلوق يا فندم. ده زي ما حضرتك في عندنا جوده، بنفحص الحاجه الاول، بعد كده
في دكاتره معانا بعد ما بيفحصوا الحاجه يا اما بتترفض الكميه لو في اي امراض او اي شوائب ضاره بيها. عمليه المراقبه هنا كانت واضحه جدا، احنا تابعنا ده معاكم في المصنع بشكل كبير. المراقبه على العامل نفسه لازم يكون لابس الجوانتي، لابس غطاء الراس، لابس بالكمامه، تمام. في مراقبين، في مشرفين، في ناس جوده بتبص على الحاجات دي. عندنا هنا برضو يعني ليه شكل خاص ويعني حاجه مستوى عالي جدا بصراحه، يعني صوره رائعه. ده سمك فيليه كامل يا فندم، منزوع هنا كامل جاهز ده يا فندم اللي هيتعمل بانيه، عمل طواجن، بيتعمل منه حاجات كتير. دي عبوه نص كيلو، تمام. دي عبوه كيلو سمك بردك فيليه. في عندنا سمك مغسول كامل. ده البولتي بتاعنا بقى، ده البولتي بتاعنا اللي احنا على طول بنستهلكه في السوق المصري. وده طبعا يعني لو تاخدوا بالكم ان المصنع هنا بيلبي كل الاحتياجات، سواء الاحتياجات الخاصه بطبقات معينه او حتى بالطبقات المتوسطه والطبقات العاديه، لان النهارده عندنا سمك البولتي ده اكل المصريين كلهم. حجم البنية التحتية والمصانع اللي موجودة معايا في الخلفية في واحد من أهم المشروعات اللي موجودة في الشرق الأوسط في إنتاج الثروة السمكية، مشروع المدينة السمكية لبركة غليون. مستحيل نغطيه معاكم في حلقة واحدة، حجم الإنجاز اللي موجود هنا محتاج حلقات كتير جدا. علشان كده بنوعدكم بسلسلة من الحلقات الخاصة جدا من المشروع هنا، علشان نوريكم قدرة المصريين لما يحبوا ينتجوا مشروع بالحجم ده. أشوفكم في حلقة جاية.